هتعمل ايه لما تصحى فجأة من النوم فتلاقي نفسك دخلت العالم تاني كل اللي فيه لوردات، ولكن لحظك النحس انت الوحيد اللي صحيت لقيت نفسك فلاح. انت الوحيد اللي من المستوى اف واللي يعتبر من أسوأ المواهب. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل وبطلنا هيقابل ايه وسط العتاولة دول؟ ده بقى اللي هنعرفه النهارده يا صديقي، ولكن الاول طبعا عاوزين نغرق التعليقات بذكر الله والصلاة على النبي. والآن هيا بنا لنبدأ الحكاية. ده يبقى لو تشينج، واللي بيكون اتولد كده داخل عالم تاني وكمان محطوط ضمن أسوأ فئة. المعلم بيبقى قاعد كده عمال يصيح وبيكون قدام كوخ أبوه الفلاح، وده لأن المفروض إن الوحوش هتيجي تهاجم القرية وهو مش معاه أي حاجة مفيدة. بس فجأة بقى النظام بتاعه اللي في العالم ده بيحس بيه وبيقرر ينقذه، واللي بيعوضه كده بثمرة فلفل عملاق، حاجة تحميه من برد الليل تقريبا كده هيطبخها صح. بس فجأة بقى حتى دي على وشه النحس بتتدمر لما بتسقط بنوتة جميلة كده لابسة لبس ملكات، بتقع فوق الفلفلاية بتدمرها. فالمعلم لو تشينج كده بيجري يسيع عليها، مش على البنت لا، على الفلفلاية اللي راحت هدر دي. بعد كده بقى بيعرف من البنت دي واللي اسمها سيلين، واللي تبقى ملكة امبراطورية نجمة الصباح، واللي للأسف اتعرضت للعنة من حد كده ملقب بسيد الهاوية، ولكن نجت منه بأعجوبة. واللي هنا بقى بتسأله لو كان زرع النبتة دي، فالمعلم بيقول لها لا ما تاخديش في بالك، أنا كنت عاملها زينة بس. بعد كده بقى بنعرف ان هو عداها بس لان امبراطورية نجمة الصباح دي اقوى امبراطورية في العالم ده. المعلم بقى افتكر يا عيني انه هياخد مكافأة علشان يعني ينقذها وكده، واللي بالفعل لو تشينج بيتوقع صح، وده لان سيلين بتطلب منه تاخده معاها للامبراطورية، وده علشان تتعالج من اثر اللعنة دي وتديله كمان مكافأة 10,000 عملة ذهبية. طبعا هنا بقى بتشعل العيون المعلم لو تشينج بالفلوس. المعلم بقى بيقول لها يا دين النبي، ده انا اشتري قريتي والقرى المجاورة كمان. ولكن بقى لان المعلم نحس وفقر بيقول ان هو عايز يفضل شوية كمان، وده علشان يعدي بس من هجوم الوحوش الثانوي. وهي بتوافق طبعا، واهو بالمرة تدور على دلائل خاصة بمملكة الهاوية، وبعد كده بقى بتختفي من قدامه. واللي فجأة كده بتظهر قدام لو تشينج ده لوحة من النظام، حاجة كده بشكل فخم، واللي بتهنيه على انقاذ الملكة، وان دلوقتي مهمته بس يدور على علاج اللعنة بتاعة الملكة، وقدامه 32 يوم. بعد كده بقى بيجي تحذير لكل لاعبين العالم ده، وان قرية لو تشينج متأثرة بلعنة اسمها أبيس، واللعنة دي بقى بتعمل كوارث مناخية، واول لعنة هي الشتاء، واللي هتوصل في 3 ساعات بس، واللي ممكن توصل درجة الحرارة لسالب 90 درجة مئوية. ساعتها بقى المعلم لو تشينج بيقوم كده يزرع حبات الفلفل بتاعته دي، واللي بالنسبة له كده اتحلت مشكلة الشتاء، وان هو دلوقتي بقى لازم يلاقي حل لغزو الوحوش، واللي بيستمر ل3 ايام. المعلم بيفتح السوق بقى من شات النظام ده، واللي بيلاقي كل اللاعبين كده او كل الناس اللي موجودين بيدوروا على خشب، واللي بيدور على احجار تدفئة. والمعلم لو تشينج بقى متمزج وقاعد ياكل الفلفل ده ولا على باله، واللي بيقرر هنا بقى كده يبيع حبة فلفل علشان يشوف ردة فعل الناس. ولكن المعلم بيحط سعر غالي حبتين، لا ده حبتين 3 كمان، وبيكون مقابل حبة الفلفل دي 10 قطع من الخشب والحجر وخام الحديد. هنا بقى بيتخانق معاه كتير من الناس، ولكن بيبقى في ناس تانية بتبقى مقدرة قيمة الفلفلة دي، واللي بتشوف انه سعر مناسب جدا. بعد كده بقى بنروح لأحد الأكواخ التانية، واللي هناك بنتعرف كده على شخص جديد واللي اسمه شاو تيان، وده بقى بيكون زعيم من الرتبة ولكن تقريبا كده الدنيا جت عليه، ولكن شكله بزيادة شوية. المعلم بقى بيبقى بيعاني من البرد، واللي بيقرر كده ينصب على الناس مقابل الموارد. هنا بقى بيقول للناس في الشات انه هيعمل فرن وهيسميه الفرن الذهبي، وده بقى هيخلي الكل يتحمل موجة البرد دي، وده بقى هيخلي الكل يتحمل موجة البرد اللي جاية، ولكن ده محتاج لموارد. واللعيبة العبيطة بقى ما بتصدق، وفي منهم اللي بيدوله الموارد كده من غير اي حاجة. واللي اول لما المعلم شاوتيان ده بيشوف خصائص الفلفل ده بيتجنن طبعا، وبيتعصب لما يعرف ان مجرد فلاح هو اللي معاه حاجة كده بالقوة دي، وبيبقى هنا عايز يضحك على لو تشينج.
ولكن المعلم لو تشينج مش بيديله اي حاجة، وده بقى بيخلي الناس يفضلوا يهزقوه، وده علشان مش راضي يساعد حد من فئة كبيرة زي شاو تيان. ومع ذلك الناس المقدرة للفلفل ده بيقرروا يشتروه، واللي في دقايق بس بتخلص الكمية. والمعلم شاو تيان يا عيني بيتحسر على نفسه، وان هو يا عيني ملحقش ولا واحدة، وبيطلع لو تشينج كسبان. واللي بيطور الكوخ بتاعه كده لمكسورة باستخدام الخشب والحديد اللي خدهم من بيع الفلفل، واللي هنا بقى كده بتزيد نسبة الحماية، واللي بكده بقى الكوخ بيترقى للرتبة التانية، وهو الوحيد اللي في المنطقة اللي كوخه بيترقى للرتبة دي. واللي طبعا هنا كل الناس بتتصدم، الكل بيحقد عليه، وده لان هو ازاي يوصل للمركز التاني كده بالسرعة دي. بعد كده بقى المعلم لو تشينج بيزرع كده بذور من صندوق الكنز، واللي هنا بقى وفجأة كده بتخرج نباتات عملاقة، واللي بتثمر يقطين، ولكنه مش يقطين للأكل، لا ده بيكون عبارة عن متفجرات قوية جدا، ودي بقى ممكن تدمر كائنات خطيرة. هنا بقى المعلم لوتشينج بيقرر يختبرها جوه الغابة، واللي بالفعل بيدخل الغابة وبيواجه ذئاب متوحشة، ولكن المعلم بيفجرها بضربة واحدة بس بقنبلة يقطين يا ابن اللعيبة. واللي بعدها بقى بيظهر له كده ذئب شيطاني خطير، واللي بيكون من المستوى التاني، ولكن المعلم لوتشينج بيخلص عليه بنفس اليقطينة، وبينفجر الذئب من غير أي مجهود. بعد كده بقى بنروح لشاو تيان، واللي بيكون معاه كده محارب آلي ضخم، واللي بيحارب بداله الذئاب. شاو تيان بقى فاكر ان الآلي ده هيخلص عليهم بضربة، وده علشان يعرف كل الناس مين زعيم القرية دي، وان هم هنا كلهم مبتدئين، وان هو يعني هيعلي على لو تشينج ويبقى في المستوى التاني. ولكن قبل ما يكمل احلامه دي بتظهر قدامه كده لوحة النظام، واللي بتعرف كل الناس ان لو تشينج وصل للمرتبة الثانية، واللي بقى اول واحد يوصل للمرتبة دي في القرية، واللي طبعا ده بيولع في شاو تيان، واللي قبل ما يعمل اي حاجة المحارب بتاعه بيتدمر، الذئاب بتعلم عليه، فبيجري شاو تيان كده زي الفرخة الدايخة، وباقي الناس مصدومة من سرعة تطور لو تشينج، وده بالرغم من ان هو فلاح من الفئة اف. بعد كده بقى بنرجع تاني لبطلنا لو تشينج، واللي بنشوفه كده بيجمع الموارد من الذئب اللي قتله ده، وبعد كده بقى بيتصدم لما بيلاقي معاه بذور تانية كده في الكنز، وبيقرر يجربها في المزرعة. هنا بقى بيتفاجئ انه يقدر يزرع شجر ترياق وكمان مباني من البذور السحرية دي، واللي بتكون عبارة عن ابراج للهجوم. بعد كده بقى المعلم بيكمل اكتشاف البذور وبرضك بيزرعها، فاللي بيتفاجئ كده لما بتطلع ورد، واللي بيخرج له بنات صغيرة كده لطيفة، واللي ممكن يربيها كمحاربات، واللي كل واحدة كده بتطلع بالأسلحة بتاعتها، واللي بيقرر هنا بقى كده يزرع واحدة تانية وبتطلع له بنت مستواها أقوى، واللي بتكون من الرتبة اس واسمها آيلين، فبيوزع لو تشينج البنات الصغيرة دي كده بحيث يكونوا جيش تحت قيادة آيلين، وده لزيادة قوة المنطقة. وبعد كده بقى بنشوف الشتات اللي ما بين الناس، واللي بيكون كل الناس حاقدين على لو تشينج، واللي لسه شايفين برضو ان خلاصهم من اللعنة دي بإيد شاوتيان بس. اما المعلم شاوتيان فاللي بيكون مبسوط طبعا من ثقة اللاعبين، مش فخرا وكده لا ابدا، ده علشان بس يفضل يستغلهم، وعلشان يبني محارب تاني يكون قوي ويخلص على لو تشينج. في الوقت ده بقى بيكون متبقي على مهمة انقاذ الملكة 30 يوم. هنا بقى بيقول النظام ان اللي هيطهر اللعنة دي هيكسب سيف اللمسة، وده بقى بيكون من مستوى الامير، ولو فشلت المهمة للأسف بقى هتنهار الإمبراطورية وهتغرق البلد في ظلام أبدي. هنا بقى بيفضل اللاعبين كده والناس يتكلموا عن خطورة الموضوع ده، وبيتمسكوا بشاو تيان أكتر، وخصوصا بقى إن واحد فيهم بيشتغل الصبي بتاع شاو تيان واللي اسمه وانج. المعلم ده بقى كل شوية بيسوق سمعة لو تشينج، وده على حساب تلميع شكل شاو تيان، واللي بيقول للناس ان هم لازم يثقوا ثقة عمياء في شاو تيان، ولازم يدوله كل اللي بيملكوه لان هو اللي هينقذ المملكة. والناس طبعا زي الهبل بتمشي وراه من غير تفكير، وفعلا بيدوا شاو تيان كل اللي بيملكوه. المعلم شاو تيان نفسه بقى بيسخر من هبلهم ده، وبيطور الكوخ بتاعه كده على حسابهم، وبيبني كمان الحارس بتاعه. اما عند لو تشينج فبالرغم ان لعنة الظلام بتقرب اكتر، الا ان هو مش بيهتم بتنفيذ المهم، وبيقرر كده يتجهز لصد اللعنة. بعد كده بقى بيروح هو وايلين وباقي الكتايب لاحد الغارات، واللي في الطريق كده بيواجهوا بعض الذئاب الشيطانية، واللي
واللي بتتكفل بيها ايلين. هي وفريقها بيخلصوا عليهم. بعد كده بقى بيكملوا ماشي، ولكنها ما بتعديش بالساهل كده، لان هنا بقى بيجي لهم كده دب ضخم واللي بيكون من المستوى الرابع. ولكن ايلين بتحمي سيدها كده بكل شجاعة، واللي هنا بتأمر باقي المحاربات ان هم يواجهوه. ولكن هم بضربة واحدة من مخلب الدب ده على الارض بيطيروا لبعيد ومش بيقدروا ان هم يواجهوه. هنا بقى كده بتواجهوا ايلين بنفسها، واللي بترمي سهم في قلبه كده بتقدر تقتله. واللي هنا بقى بيسيب الوحش الضخم ده كده وراه موارد كتيرة وموارد مهمة جدا، زي فاكهة كده معززة بالقوة، واللي اول لما بياكلها لو تشينج قوته بتزداد لاضعاف. المعلم بيقدر يدمر الغابة كلها بايد واحدة يا ابن اللعيبة. وبعد كده بقى بيكمل الطريق مع المحاربات. بعد كده بقى بنشوف بقية اللاعبين واللي بيكونوا متفاجئين كده ان لوحة التصنيفات اتفتحت. ظهرت في القرية دي بان دخل 10 من اللاعبين المستوى الثاني، وده بقى بيعمل ترتيب ما بينهم، والمعلم لو تشينج بياخد المركز الاول. اما شاو تيان بقى فاللي بيترقى كده من الرتبة اس، ولكن مستواه ما بيرتفعش ولا حتى بيدخل قائمة التصنيف. وبالرغم من كده بيقعد المعلم وانج برضك يطبله، وده علشان يزيد من عاطفة الناس مع شاو تيان، وبيقول لهم الحقونا يا جدعان، الراجل بتاعنا طالع عين امه وما بينامش علشانكم، وكل ده علشان يلاقي حل للعنة الملكة. ولكن في الحقيقة المعلم شاو تيان بيتفرج كده على الشات ده وهو ميت من الضحك وبيسخر منهم. هنا بقى بيقول ان القوة اساس كل حاجة، واللي بيصنع محارب كمان كده من المستوى التاني وبيقرر يكمل بيه مسيرته اللي مليانة حقد وخلاص. اما عند المعلم لو تشينج فاللي بيكمل طريقه وبيهزم حراسه ووحوش كتيرة جدا وبياخدوا مواردهم، واللي منها برضك بذور سحرية تانية. بعد كده بقى بيرجعوا للبيت وبيقول المعلم لو تشينج للفريق يرتاح شوية، وهو بيجرب زراعة البذرة السحرية اللي اخدها دي، واللي بتكون كده الشجرة ضخمة حاجة من مستوى اسطوري واللي ثمارها بتكون شافية. هنا بقى بيفكر كده لو تشينج ان هو ممكن يستخدمها لشفاء الملك، ولكن المعلم بيتراجع وبيقرر يستخدمها لنفسه، وده لان هو مش ضامن ايه الاشرار اللي ممكن يقابلهم بعدين. بعد كده بقى بيطلق النظام اعلان لاحد الانشطه عن تاجر عفاريت معاه مقتنيات غاليه جدا، واللي عمال بيتجول في الغابه، ولكن هيمشي بعد 5 ساعات، يعني لازم يلحقوا يقابلوه. وفي حين بقى ما الكل بيكون متحمس كده للتاجر ده، الا ان بطلنا الكاريزما بيقرر ما يروحش علشان مكسل. المعلم مش عايز يضيع وقته وبيشوف ان الاحسن يقتل وحوش اكتر في الوقت ده. واللي بعد شويه بقى بيلاحظ الحارسات الصغيره دخيله على ارضهم، واللي على طول بيهاجموه كده بكل قوتهم. ولكن بقى بيطلع ان الدخيل ده هو التاجر العفريت بنفسه، وبيطلع لو تشينج وايلين كده على الصوت ده، واللي هنا بيستغرب لو تشينج العفريت بنفسه جاي للحد عندي، واللي بيعرض عليه كده مجموعة نادرة جدا من المقتنيات. ولكن المعلم لو تشينج بيبقى مش معاه فلوس كفاية، ولكن بيعرض عليه كده تبادل من المقتنيات، وبيعرض عليه كمان يبادل بعض المقتنيات دي باتنين من نباتاته، واللي هي مسحوق زهرة الفراش، الزهرة يا صديقي اللي بتطلع المحاربات الصغيرة، وكمان نبتة تانية اسمها التوجة، وكمان نبتة تانية واللي اسمها التوجة الليلي واللي بتطلع الترياق. هنا بقى العفريت بينبهر بيها جدا، ولكن هنا برضك بيطمع زيادة وبيقول له يضيف 1000 كمان لكل واحدة. فالمعلم لو تشينج بيعرف هنا انه طماع جدا، ولكن بيقرر يلعب معاه زي ما هو عايز يلعب بالظبط، واللي بيزود كده 1000 وبياخد فعلا شوية كمان من المقتنيات النادرة. ولكن برضك بيطلب منه لو تشينج يديله برضه لفائف استدعاء الأبطال وورشة الجان، فبيطمع العفريت اكتر وبيقول له والله كان على عيني، ولكن دول اغلى حاجة عندي ومش هتاخدهم غير ب10 عناصر تانية غير العناصر اللي اخدها منه. هنا بقى بيتعصب لو تشينج، ولكن للاسف بيديله اللي باقي معاه من النباتات، بس فعلا بياخد منه اللي طلبه منه. واللي قبل ما يمشي العفريت بيدي لو تشينج كده اشارة لايلين بغمزة، فاللي بتفهمها ايلين على طول وبتقتل العفريت قدام لو تشينج. المعلم ده بقى بيسيب وراه كده ثروة طائلة، واللي طبعا بياخدها لو تشينج لنفسه وكمان بيوزعها على باقي البنات. بعد كده بقى بيركز مع لفائف الاستدعاء دي، واللي بنعرف انها بتستدعي ابطال خارقين واقوياء جدا. هنا بقى لو تشينج بقى بيستدعي كده بطلة خارقة من الرتبة ايه، واللي بتكون هجين لقطة اسمها ياو، واللي بتتغزل كده في لو تشينج. فطبعا المعلمة ايلين بتغير، ولكن لو تشينج ما بيدهمش اي اهتمام، ما بيدهمش فرصة للخناق اساسا، وبيقول لهم يلا روحوا ارتاحوا دلوقتي. بعد كده بقى بيفكر المعلم لو تشينج وان هو محتاج يصنع معدات للبنات دول،
ولكن بيكتشف ان هي بتتصنع من خشب واللي اسمه خشب القمر، واللي بيفتح المخزون بتاعه كده ولكن ما بيلاقيش العنصر ده، واللي بكده بقى ما يقدرش يصنع المعدات. بعد كده بقى بنروح للمعلم شاو تيان واللي بيقسم اللعيبه اتباعه كده لاقسام، وده علشان يلاقوا التاجر، واللي بوعد منه ان هم كلهم هيكونوا اغنياء، وده لانه هيقسمهم الغنائم بتاعت العفريت ده. يا ابن النصابه، المعلم بيقول لهم في مجموعه لازم تبحث في الوادي، وبيطمنهم ان الوحوش قليله هناك، والمجموعتين التانيين لازم يبحثوا في سفح الجبل، ولكن بيحذرهم ان في وحوش كتيره هناك. هنا بقى اتباع شاو تيان بيتحمسوا جدا، وخصوصا ان هم كتير، واللي بكده بقى اكيد هيلاقوا العفريت بسرعه. المعلم شاو تيان بقى بيفكر كده ان هو لما يلاقي العفريت ده ولما يشتري منه اغلى المقتنيات فاكيد هيدمر لو تشينج، اكيد هيخليه ينحني له ويكون كلب ذليل حقير عنده. ولكن الطموحات دي بقى بتتدمر لان النظام بيعلن عن انتهاء الحدث بسبب قتل العفريت، فبيتصدم شاو تيان واحلامه يا عيني بتتدمر على الارض، واللي بيتحسر كده على قوة سيطرته، واللي كانت يا عيني هتبدأ من اللحظة دي. وباقي اللعيبة كده بيتحسروا على امانيهم اللي ضاعت، وده بعد ما كانوا في موضع قوة، واللي بيلوموا شاو تيان ان هو ما جابلهمش الثراء زي ما وعدهم، وما كلوش اي حاجة بسببه، وده من بعد ما ادوله كل الاكل. وازاي دي بقى تبقى قوة الجماعة اللي كل شوية يصدعهم بيها؟ هنا بقى الكل كده بيصور عليه، المعلمين كمان عايزينه يرجع لهم كل اللي اخدوا منهم، والكل بيسيبوه وبيمشوا. واثناء ما المعلم شاو تيان بقى في اسوأ حالاته كده، بيبقى المعلم لو تشينج في احسن حالاته، واللي هنا بيتفرج كده على خناقة الشات دي. المعلم كأنه بيتفرج على فيلم كوميدي، ولكن فجأة بقى بتصدمه رسالة كده من اللعيبة، واللي بتقول له ان هو اللي قتل العفريت ده اكيد. فبيسألها لو تشينج انت ازاي متأكدة كده؟ فاللعيبة بتقول له ان هو الوحيد اللي بيملك القوة لهزيمته دلوقتي، واللي بتطلب منه عنصرين كده لزيادة سرعة الحركة لانها هتواجه زعيم احد الزنزانات ومحتاجاهم جدا. فبيسألها لو تشينج لو كانت حابة تعقد معاه صفقة، ولكن اللعيبة دي ما بترغيش كتير وبتديله اغصان سحرية جودتها ممتازة، واللي بيعجب بيها لو تشينج وبيبادلها كده بثمرتين من الفاكهة السحرية، واللي بتزيد من الرشاقة بشكل دائم. هنا بقى بتتفاجئ اللعيبة ان هو معاه عنصر قوي بالشكل ده، واللي بتفرح جدا بيهم وبتتم الصفقة. ولما بياخد لو تشينج الفرع ده بتقول له ايلين ان الفرع ده بيحسسها بقوته، وكأنه لو كان نبات كان هيبقى زيه. فالمعلم لو تشينج كده بيهزر معاها وبيقول لها بقى انا مأكلكم ومشربكم علشان في الاخر تقارنيني كده بفرع شجرة. فبترد عليه ايلين واللي بتقول له بمغازلة كده وده معقول يا باشا؟ ده انت الطب والباقي فوتوشوب. لا يا شيخ، المهم بقى ما علينا. بعد كده بيطلعوا سوا يزرعوا في التربة، واللي بيستناه لو تشينج يكبر، والمعلمة ايلين كده بتعمل له مساج وهو عمال بيراقب الفرع، ولكن بسرعة خارقة بيكبر الفرع ده للشجرة ضخمة، حاجة كده بمستوى اسطوري، واللي بتكون من امكانياتها الترقية، وده معناه بقى ان هي برضك تقدر تجند القوات. هنا بقى بينبهر بيها لو تشينج جدا، واللي بيعتبرها ولا كأنه كسب في اليانصيب، وده لانها تعتبر كده ترسانة اسلحة بالنسبة له، واللي بيقرر هنا بقى يجربها وبيستدعي 2 من الحراس، وده لان هو مفلس وما يقدرش يستدعي اكتر من كده دلوقتي. مش عارف الواد ده ودى فلوس العفريت فين، ده انت لسه واخدها يا ابني. هنا بقى بيظهر كده الحارستين اللي تم استدعائهم، واللي بيكونوا كده من حراس ضوء القمر. مش عارف ليه يا جدعان كده دايما بتطلع معاه بنات. بعد كده بقى بنعرف ان الحارستين دول جودتهم ممتازة جدا، وليهم كمان 400 نقطة، وليهم 400 نقطة صحة و55 نقطة هجوم، واللي مهاراتهم بتكون هجوم منبلد والهجوم الامامي. هنا بقى بيقعد المعلم لو تشينج كده علشان يفرز الجيش اللي عنده، واللي بقى معاه رومات اسهم وكمان مقاتلات وحارسات قتال. ومن النهارده بقى مفيش اي حاجه تقف قدامه خلاص. المعلم لو حابب يغزو القاره كلها يقدر يعمل كده، واللي بيحط الكل هنا بقى تحت قياده ايلين، والمعلمه ايلين بتقسم على الولاء لسيدها، وده لغايه اما تموت. هنا بقى بيبدأ لو تشينج كده يفكر في تحديث الجيش، واللي بيعلن على الشات ان هو محتاج لعنصر الوود مون او خشب القمر. بيعاملوا بعض اللاعبين كده باحترام، ولكن المعظم التاني من حقدهم بيفضلوا يهزقوه، واللي بيقول واحد منهم انه حتى لو طلع عليهم في المستوى في النهاية برضك يلا الفلاح هيفضل فلاح، وانه يقدر يتهزم بضربة واحدة من صباعه. طبعا بيتفرج شاو تيان على كل الكلام ده، واللي بيقرر يتدخل، عايز بقى يقل من لو تشينج هو كمان، ولكن الناس ما بتكونش نسيته على اللي عمله ده، واللي بيتريقوا عليه ان هو ما عملش اي حاجة خالص.
هو جمعهم طول اليوم بس، وانه عامل كده زي العروسه ومفيش على جسمه خدش واحد من قتال او حاجه، وان هو خلاهم ما يعملوش اي حاجه غير تنفيذ اوامره وبس، وفي الاخر ما كسبوش. فبيتعصب شاو تيان واللي بيوعدهم كده في سره ان هو هيقتلهم كلهم قريب. لو تشينج بقى ما بيهتمش لكل الخناقه دي وبيتابع طلبات كده عرض البيع واللي بتكون قلبت المهرجان. وده لان مثلا كده بنشوف واحده بدل ما تعرض عليه خشب القمر، لا دي بتعرض عليه خشب اللهب، وبنات بتغازله وبنات تانية بتطلب منه يقول لهم كل سنه وانتم طيبين وحاجه كده، اخر رسائل الازر، لغايه اما بترد عليه واحده عاقله كده واللي بتعرض عليه احجار القمر، الاحجار اللي هو عايزها، ولكن ده مقابل ان هو يرقي الكوخ بتاعها. واللي بالفعل هنا بقى بتتم الصفقه وبيرقي لها الكوخ، وبيستخدم بعد كده خشب القمر ده في تطوير اسلحه جيشه وكمان لبسهم، والبنات بتفرح جدا. بعد كده بقى بيعرفهم لو تشينج ان هو هياخدهم بكره للغابه، وده علشان يحاربوا الوحوش ويرفعوا مستواهم. بعد كده بقى النظام بيعلن اعلان بخصوص لعنة أبيس ويزر بتاعت لعنة الملك، وإن فترة حماية اللاعبين الجدد واللي هتستمر ل3 أيام بس خلاص هتنتهي، وقريب جدا هيحل الظلام. ودلوقتي بقى الوقت هيتمد ل24 ساعة، وده قبل ما تبدأ اللعنة. واللعيبة بقى كلهم كده بيترعبوا جدا لأن خلاص بكرة آخر يوم ومحدش كسر اللعنة. واللي هنا بقى بيقول لو تشينج إنه لازم يطور من نفسه بسرعة قبل الهجوم الكبير، واللي الشاب بقى بيكون مقلوب عن إن إزاي هيقدروا يقاتلوا الوحوش في الظلام. واللي الكل هنا بقى كده بينادوا على شاو تيان واللي كان مصدعهم واخد الادوات بتاعتهم. المعلم يا عيني اخد اللي وراهم واللي قدامهم، وكل ده بحجه ان هو اللي هيكسر لعنه الملك. واللي بيبداوا كده بقى يشكوا ان ممكن المحارب الآلي اللي كان معاه ده يبقى اتصنع من ادواتهم. واللي بيفضلوا كده ينادوا على شاو تيان هو والمطبلاتي بتاعه واللي اسمه وانج، وده علشان يظهروا. شاو تيان بقى بيتفرج كده على الشات ومش بيكلم حد. المعلم بيقول في نفسه انتم السبب لانكم اغبياء وتستحقوا تتخدعوا، ولكن بيكرر بقى ان هو ما يقطعش علاقته بيهم او على الاقل دلوقتي، وده لان هو لسه محتاج لهم وهيخدعهم مرة تانية. هنا بقى بيبعت شاو تيان كده تسجيل واللي بيقول ان هو كان غلطان فعلا وكذب عليهم وبيعتذر جدا على ده، ولكن كان عنده سبب. واللي بيعترف ليهم ان هو من الصعب كسر اللعنة، وعلشان يغلبوا الظلام اللي جاي لازم يفكروا بطريقة تانية، وانه بعد الفحص والبحث قدر يعرف ان في عنصر اسمه خام الضوء واللي موجود في احد الزنزانات، وده ممكن يزيل الظلام في ثواني. واللي علشان كده بقى يستخدم الموارد بتاعتهم علشان يصنع محارب من المستوى التاني، واللي هو بحيث يقدر يعبر الزنزانة دي وياخد خام الضوء ده، وده علشان يوزعه على الكل، وبالطريقة دي هيتجاوزوا سوء الازمة. وان هو هيروح دلوقتي الزنزانة دي وهيطهرها ويخرج منها بخام الضوء. هنا بقى بيرد عليه اللعيبة العبط واللي بينخدعوا دايما وبيقولوا له تمام للمرة التانية وبيعتذروا له عن شكهم فيه. والمطبلاتي وانج بقى بيظهر تاني وبيفضل يمجد في شاو تيان وان هم ظلموه، وبيكمل المعلم شاو تيان لعب كده على عواطف الكل. المعلم بيعرفهم ان الموارد اللي معاه كلها خلصت، وده علشان يصنع المحارب الخطير ده، وحتى جرعات الشفاء واقل الاشياء زي الدروع والمعدات، ولكن ده كله مش مهم، وحياته الشخصية كلها فداء ليهم. طبعا ده بيأثر كده على الكل، واللي للمرة التانية بيدوله كل اللي حيلتهم من أدوية بقى وأسلحة، كل حاجة. المعلم بيروح له كل حاجة كده وهو حاطط رجل على رجل، لا ده بيهزاهم كمان. وعند المعلم لو تشينج واللي بتسأله ايلين كده بعد ما شافوا خطبة شاو تيان دي، وإن كان المحارب بتاع شاو تيان ده قوي جدا فعلا، وهل لو لازم هم كمان يروحوا للزنزانة دي، وإزاي هيقدروا إن هم يتجنبوا الظلام اللي جاي بكرة ده. هنا بقى المعلم لو تشينج كده بيملس على شعر ايلين واللي بيجاوبها ان مستوى المحارب بتاع شاو تيان ده متوسط، يعني مش كبير ولا حاجة لا، وبالنسبة للزنزانة دي فهم هيروحوها علشان يتحققوا منها، ولكن هيسيبوه الاول يشوف ايه اللي فيها، وده علشان يقع في شر اعماله ويعرف اتباعه من اللاعبين ان هم اغبياء وما كانش لازم يثقوا فيه، يمكن يتعظوا بقى. بعد كده بقى بنروح للمعلم شاو تيان واللي من كتر ثقته في نفسه بقى بيشغل بس مباشر كده قبل ما يتحدى الزنزانة واللي بيكون اسمها كهف الرياح السوداء.
وده علشان يعرف الكل يعني ايه يكون مسؤول بجد، واللعيبة كلها بيفضلوا يشجعوه. هنا بقى بيدخل المحارب كده لجوه الكهف ده، واللي بيقابل وحوش وعناكب كتير من المستوى التاني، واللي بتطلق هنا كده بقى السائل مميت من بقها، وبيحاصروا شاو تيان بيهجموا عليه، ولكن بيقدر الحارس الآلي يتصدى للهجمات دي، واللي بيدمرهم كلهم كده من مرة واحدة، واللي بسبب كده بيترقى شاو تيان للمركز الثالث، وبينضم للوحة التقييم أخيرا، وبيكون مع المتصدرين كمان. هنا بقى بينبهر بيه كل اللعيبة، واللي بيعتبروه رسميا بقى الملك بتاعهم. وطبعا المعلم وانج ما بيفوتش حدث زي ده، واللي بيرفع مستوى التطبيل كمان، وان مفيش اي وحش ولا شيطان يقدر يعدي من المحارب الكبير بتاعنا، ده محارب شاو تيان يا جدعان، وان لو تشينج نفسه ما يجيش اي حاجه جنب قوه شاو تيان، وانه هيجتاز الزنزانه دي وهيبقى اول واحد في القاره يجتازها. طبعا الكل هنا بقى بيسخن كده والكل بيشجعه، وبيمشي شاو تيان وسط الزنزانه دي ولا كانها كده زنزانه ابوه. المعلم بيجمع موارد ومش عامل حساب اللي جاي. لو تشينج بقى بيكون بيتفرج كده هو كمان على البث ده، واللي بيستغرب كده شويه من قوه المحارب بتاع شاو تيان. شاو تيان بقى بيفضل مكمل كده لجوه الزنزانه دي، واللي بيوصل لأعماق الكهف لغاية بقى اما المعلم ده بيقف، وده لما بيوصل لوحش عملاق، وتقريبا ده كده زعيم الزنزانة، واللي بيكون عبارة عن ذئب، واللي ملقب بملك الرياح السوداء، حاجة كده من المستوى الخامس. ونقاط هجومه بتكون 55، وصحته كمان 55، والدفاع 30، ومهاراته بقى ضربة الظل وضربة المخلب القاتل وزئير ملك الذئاب. هنا بقى بيتحمس شاو تيان، واللي بيقول للعيبه بحماس يلا يتفرجوا على حلاوتي كده وانا قاعد بتفرج والمحارب بتاعي بيفرتك الزعيم. ولكن فجأة بقى الذئب ده بيظهر، واللي بيعمل كده جدار مدافع عنه، وبيختفي وسط الضباب، واللي فجأة كده بينط وبيهجم على المحارب ده بالمخلب القاتل كده بيدمر له المفاصل الآلية. وهنا بقى بيتعطل المحارب، بيفضل شاو تيان كده يصرخ في المحارب الآلي ده وان هو يسترجل شوية كده ولازم يقاوم. ولكن طبعا الكلام سهل يا صديقي، والذئب بيدمر بسرعة كده كل مفصل من جسم الآلي ده، وشاو تيان بقى قاعد يتفرج ومش قادر يعمل أي حاجة خالص، ولا هو ولا المطبلاتي بتاعه اللي اسمه وانج. وبالرغم بقى ان الآلي بيتدمر كده قدامه، إلا ان شاو تيان مش فالح في أي حاجة بس غير ان هو يصرخ كده ويهزق في المحارب ويعيط يا عيني. هنا بقى الذئب بيدمر آخر جزء كده من مفاصل المحارب ده، واللي أول لما المحارب بيقع بيهجم الذئب ده على قلب المحارب، واللي هي بقى البلورة اللي بتمده بالطاقة، واللي بيمسكها بفكه كده وبيرفع راسه لفوق وكأنه يعني بينتصر بالفوز. طبعا المحارب ده بيتدمر خلاص، وبيصرخ شاو تيان كده بحسرة كبيرة. واللي هنا بقى وفجأة بقى الذئب ده بيبص لشاو تيان كده بعيون بتلمع، وبيقرب له واحدة واحدة. شاو تيان بيزحف لورا وفاكر ان دي خلاص نهايته كده، ومش بس هو، لا ده كمان كل اللعيبة بتشوف اللي حصل في البث ده، واللي بيفكروا انه خلاص كده هيموت. وده بعد الاداء التافه اللي قدمه قدام زعيم الزنزانة. والمعلم وانج بقى بيقعد يتفرج كده على مثله الاعلى ده، واللي كان قرب يبقى جزمة في رجله، بيتفرج عليه وهو بيهرب كده من الذئب بكل جبن. ولما الذئب كان خلاص هياكله فبيقفل شاو تيان البث. المعلم وانج بقى بيفضل مصدوم، وده عكس كل اللاعبين اللي بيموتوا من الضحك، واللي طبعا بيتريقوا على شاو تيان وعن قد ايه هو جبان، ولا كأنه يعني من المستوى فجأة بقى بيصرخ كده واحد من اللعيبة، وده بعد ما بتجيله لحظة من الإدراك وإنه أكيد كان بيخدعهم باسم خام الضوء ده، وأكيد مش من دلوقتي، ده من الأول خالص. هنا بقى الشك بيقلب يقين عند الكل، والكل بيقلب على شاو تيان تماما، وخلاص مفيش رجوع. الكل بيصرخ في شاو تيان وإن هو لازم يرجع اللي أخده منهم من فلوس بقى ومعدات وأدوات والبيوت اللي كسبوها بعد عناء. هنا بقى بيقولك المعلم شاو تيان ان كده خلاص صورة المنقذ والمسؤول اللي زيفها كده علشان ياكل من ورا الناس كده اترمت في الارض. وانج هنا بقى بيكلمه وبيسأله هنعمل ايه دلوقتي، ده الناس كلها كرهتنا. ولكن شاو تيان بيقفل في وشه، وبما ان هو كده كده خسر كل حاجة فبيكرر يخربها. المعلم بيسجل فويس شاب بقى كده بشخصيته اللي بجد، وبيهزق الكل وبيسخر منهم، بيقول لهم ايوه انا كنت بضمن ليكم فرصة في المستقبل معايا،
معايا، وبعدين انا استحق كل الموارد ديت لان انا الاقوى اللي فيكم وكلكم زبالة. انا لازم اعيش العيشة اللي انا عاوزها، جسمي احسن منك، معايا فلوس احسن منك، يعني المفروض كده كده تسمعوا نصيحتي. وانتوا جعانين وبردانين النهاردة، ويا عيني الوحوش زمانها جاية تقتلكم، وانا بقى هقعد كده حاطط رجل على رجل ومبسوط. هنا بقى الكل بيتصدم وبيتعصبوا جدا، الكل بيشتموه، الكل بيتوعد له بالقتل اول لما يشوفوه. ولكن المعلم شاو تيان بيبقى ميت من الضحك كده لدرجة الجنون. في الوقت ده بقى بيعدي المعلم لو تشينج مع الجيش، واللي بيشوفوا شاو تيان كده وهو بيضحك، لدرجة بقى ان بنت صغيرة من البنات بتعيط من الخوف منه وبتجري على حضن لو تشينج. هنا بقى المعلم لو تشينج بيهديها وبيقول لها ما تخافيش، ده عيل مجنون. واللي بعد ما خد كل اللعيبة على دماغهم بيفتكروا دلوقتي بس لو تشينج، واللي بيقولوا له لو تشينج التوب والباقي فوتوشوب يا عمنا، يا رافع راسنا، بما انك الاقوى بقى يبقى لازم تطهر الزنزانة دي، لازم تنقذنا. ولكن بيقولوا شوية كمان محدش يفتكر ان هو هيساعدنا لان هو كمان اناني، وتلاقيه دلوقتي قاعد في بيته المكيف واكيد متكيف بصياحنا. المعلم لو تشينج بقى بيبقى قاعد يتفرج كده وساكت، واللي هنا بتسأله ياو ايه هتساعد الناس دي؟ ولكن المعلم لو تشينج بيقول لها لا، مش انا ياما اللي اتاخد على قفايا، دول اتنمروا عليا وعايزاني ابقى الطيب في الاخر. انا مش ناروتو، ولكن هنطهر الزنزانة دي علشان احنا بس، وان هم لو لقيوا خام الضوء ده فهيقدروا يكسبوا من وراه كتير، وده لو باعوه. واللي بيسجل فويس وان اللي عايز يعيش يقوم يتحرك ويجمع الموارد، مش يفضل قاعد كده في البيت مستني الفرج وهو هيطهر الزنزانة ويرجع. الكل بقى بينبهر بجرأته دي وانه فعلا هيطهر الزنزانة من الذئب ده. واللي بكده بقى الخطوة الاصعب خلصت يا صديقي، واللي بالفعل كده بيقرروا يقوموا ويجمعوا الموارد اللي اتسرقت بسبب شاو تيان. يلا بدل الصياح ده. واللي بالفعل بقى بيخرج كده كل اللاعبين وبيبدأوا يجمعوا، بيعوضوا كل الموارد اللي اتاخدت منهم. بعد كده بقى بنروح للمعلم شاو تيان واللي بيفضل يشتم في اللاعبين، واللي فجأة كده بيتواصل معاه وانج، واللي بيعرف ان لو تشينج هيطهر الزنزانة دي وان القرية كلها بتجمع موارد علشانه. واللي بدل ما يتعصب شاو تيان عينيه بتحمر وبيضحك كده بهستيريا. المعلم كأنه اتجنن، واللي بيفضل يصرخ كده باسم لو تشينج وكأنه بيكلمه، بيقولك ده الفلاح نسي نفسه واللي افتكر انه بشوية حراس هيهد الارض واللي عليها. المعلم رايح يقتل زعيم زنزانة، فاكره ارض هيقتله بالفاس، وشكله كده هيودع قبل ما يشهد على ليلة اللعنة الكبيرة. واللي بيسجل شاو تيان كده فويس بيهزق اللاعبين وان هم زي العبيد، ما صدقوا لو سيد يحكمهم، وان هم هيموتوا كلهم بالفلاح ده ويبقوا يتفوا على تربته ولو كسبوا. وده لان الزعيم اللي دمر المحارب بتاعه ده كان من المستوى الثالث، ويجهزوا نفسهم بقى علشان يلموا بقايا جثة الفلاح ويبقوا يرموها في المزرعة بتاعته، اهو يكوي التربة وتبقى من لحم كتافه بجد. طبعا كل اللعيبة هنا بيحقدوا عليه، واللي بيوعدوه ان لما كل حاجة تخلص اهل القرية هتطلع عين اهل اللي جابوه وهيطردوه من القرية. واللي هنا بقى بيصرخ عليهم كده شاو تيان وكأنه لسه متمسك انه لسه ما انتهاش. بعد كده بقى بنروح للمعلم لو تشينج واللي بيكون على باب الزنزانة دي، وايلين هنا بتستشعر كده فوضى وفي حاجة بتحصل جوه الزنزانة، وياو بتشم ريحة سيئة وده على غير العادة، واللي بتستنتج كده ان هي بسبب شاو تيان واللي كانت قصده تقصف جبهته بس كسفت عمره بالغلط. واللي بيبدأ لو تشينج هنا بقى كده يقسم الفريق، واللي هو بحيث انه بيكلف ايلين كده تقود فريق الرماة، واللي شغلهم هيكون ان هم يعطلوا حركة العدو من مسافات، وياو هتقود حراس ضوء القمر للاغتيال. هنا بقى كل واحد بياخد مكانه كده وبيدخل الزنزانة، واللي بتتكفل ايلين والفريق ان هم يغطوا ظهرهم، واللي بيضربوا العناكب كده اللي على اول الزنزانة، وكذلك ياو وفريقها بيقتلوا كل العناكب اللي يقابلوها. واللي بيواجهوا كمان كده بقى وحوش الزنزانة من باقي المستويات والاشكال والانواع
انواع زي مثلا كده العفاريت والرخويات، واللي في لحظة بس الزنزانة بتتنضف من كل الوحوش اللي فيها. بعد كده بقى بيدخل المعلم لو تشينج يتمم على الموضوع ده، وبيفخر بالفريق اللي جمعه بايديه، وان هو ما سابش ولا اي حاجة وخلص على كل الوحوش بسرعة هائلة. واللي هنا بقى بيمدح الكل وبيمشوا سوا بيتوغلوا لجوه الزنزانة لغاية اما بيوصلوا بقى للراس الكبيرة واللي هو الزعيم. هنا بقى بيبدأ الهجوم، والذئب بيظهر كده زئير كبير. المعلم بيخرج حاجة كبيرة كده من بقه، ولكن بتهجم ايلين بسرعة بسهم كده على الذئب ده، بتجيبها له في عينيه، والحارسات كمان بتفضل تضرب فيه. واللي هنا بقى طبعا بيغضب جدا لدرجة بقى ان عينيه بتحمر من الغضب، واللي بيتحول كده لقوة اعلى. هنا بقى بيخرج طاقة مظلمة واللي بتوقع الحارسات. هنا بقى بتيجي ياو تدافع عنهم، واللي بتفعل القوة السحرية كده للخنجر بتاعها، ولكنه بيصدها لبعيد. واللي هنا بتتخبط كده في الحيطة دي، فبيستغل لو تشينج الفرصة وبيستخدم قوته المهولة وبيضرب الأرض. واللي هنا بقى كده بتتكسر من تحته، وكمان من تحت الذئب اللي بيطير كده لفوق من قوة الضربة. فبتستغرب ايلين الفرصة دي، واللي بتضرب عينيه بالسهم، واللي بالفعل كده بيتحرق وبيسيب وراه موارد كتيرة. ولما بيجي لو تشينج بقى يجمع الموارد هو والفريق، بيتصدموا كده لما بيلاقوا دخان مظلم تاني، حاجة كده خارجة من حيطة المكان. هنا بقى بتقول ايلين ان الهالة اللي جاية دي اكبر ب10 مرات من زعيم الزنزانة، يعني لازم ياخدوا حذرهم. واللي بيرجعوا كده خطوة لورا، مخلب كبير بيظهر كده من ما بين الحائط. واللي هنا بقى بيقول النظام ان هم فعلوا خاصية الزعيم الخفي، واللي بيلقب بملك ذئاب الرياح السوداء، واللي خصائصه فوق المستوى جدا، ده كمان زائد مهاراته، واللي اي شخص ممكن يتعرض لها اكيد هيموت. هنا بقى بيأمر لو تشينج كده قائدات فريقه ان هم ياخدوا الفرق وينسحبوا، وده من خلال تضاريس المكان، يعني يقدروا يحاربوا في الخباثة كده، وان هدفهم ما يقربش نهائي. واللي بالفعل كده هنا بقى بيهجموا على ايده هجمات قوية، واللي بتخليه ما يخرجش من جحره اساسا. ورغم كده بقى الهجمات دي ما بتأثرش فيه نهائيا، وده لان دفاعه بيكون قوي جدا. هنا بقى بيخرج الذئب ده من جحره، واللي بيكون مخيف بلون اسود تماما حتى عينيه، واللي بيظهر كده فبيخرج من بقه مادة سوداء، بس مادة مدمرة، واللي كانت متجهة ناحية رمات الأسهم، واللي بتخليهم مرعوبين. ولكن ايلين هنا بقى بتفوق من الصدمة وبتضرب المادة دي بسرعة، بتديها بالسهم كده فبتبطل هجوم المادة، واللي بتتحول لإعصار وكانت هتهجم على البنات. بعد كده بقى بيتدخل لو تشينج، واللي بيرمي واحدة كده من الفاكهة السحرية بتاعته على البنات، واللي بتخليهم يطيروا ويتفادوا الضربة. بعد كده بقى بيهاجموا البنات على الذئب تاني كده، فبيتعصب الذئب، واللي بيخرج كده اكتر من جحره وبيظهر زئير بيخلي المكان يتهز. واللي هنا بقى لو تشينج كده بيأمر ايلين انها تنسحب، وانها لازم تقاتل من بعيد، ما ينفعش تقاتل وش لوش. واللي بيرمي لو تشينج كده واحدة من النباتات بتاعته على الذئب ده، فبتتجمد تماما. هنا بقى بيفرح الفريق، واللي بيروحوا يباركوا كده للو تشينج، ولكن المعلم لو تشينج بيقول لهم ما تستعجلوش، لان مستحيل الزعيم الخفي يتهزم بالسهولة دي. واللي بالفعل هنا بقى كده التلج بيتكسر وبيتفك من حوالين الذئب، فاللي بتأمر ايلين فريقها ينسحبوا بسرعة، لازم يستخبوا ويهاجموا من بعيد. هنا بقى الذئب طبعا كده بينفجر من الغضب وبيجري ناحيتهم. هنا بقى بيرمي عليه كده لو تشينج تفاحة من نباتاته السحرية دي، فاللي التفاحة بتنفجر وبتعمل رذاذ اخضر كده حوالين الذئب. والمفاجأة بقى ان الذئب لما بيظهر كده من ما بين الرذاذ ده بيبقى مغمى عليه وكأنه كده دايخ، فبتستغل ايلين وفريقها الفرصة دي وبيهاجموه بالاسهم. بعد كده بقى بنعرف كده ان الفاكهة دي خاصة بصناعة الكحول، وبالرغم من كده فعاليتها نجحت تجاه الذئب كمان. واللي لما بيفوق الذئب من تاني كده الغضب اللي عنده بيولع اكتر من الاول، ولكن قبل ما يهجم بيتفاجئ بضربة كده من لو تشينج، واللي جاياله بالفاكهة تاني بتخليه يغمى عليه مرة تانية. واللي طبعا برضك بتستغل ايلين والفريق الفرصة دي وبيفضلوا يضربوا
بيجربوا فيه. ولكن فجأة بقى بيختفي الذئب، واللي بيدخل كده لطور التحول، فبيتصدم لو تشينج انه قدر يتحول وسط كل الهجوم ده، وبيقلق من المواجهة. بعد كده بقى بتعرفوا ايلين ان هجماتهم مش فعالة ناحيته خالص، فاللي كانت كده هتتهور ياو وتدخل للطور ده علشان تحاربه. ولكن لو تشينج بيوقفها وبيحذرها ان ده زعيم مخفي وكمان من المستوى السادس، يعني اكيد احنا مش ضامنين قوته وممكن توصل لفين. واللي بيأمر لو تشينج ياو وايلين كده ان هما يكسبوا له 30 ثانية من الوقت، واللي بيحط مروحة صغيرة كده في الارض وبيحط عليها كده تراب سحري حاجة بينك كده، واللي بيطير ناحية السحابة بتاعة طور التحول ده وبيغطي عليها. واللي فجأة هنا بقى بتشكل السحابة دي حرف بي. هنا بقى الكل بيبقى مش فاهم اي حاجة ايه اللي بيحصل ده يا جدعان، ولكن هنا بيفوقهم كده لو تشينج واللي بيأمرهم يهاجموا دلوقتي، واللي بالفعل هنا بقى بيهجموا كده على السحابة دي، واللي بيبقوا خلاص هيخلصوا عليه. ولكن فجأة كده بيدخل طور تاني وبيتحول كده لكيان غامض حاجة كده شبه الموت. هنا بقى المعلم لو تشينج بيتصدم وان عنده حياة تالتة كمان، واللي فجأة بيلاقي نفسه كده هو والفريق بيخسروا نقاط حياة لمجرد وقوفهم بس قدام الكيان ده. واللي فجأة بقى بيروح الكيان ده كده ناحية لو تشينج وبيسيطر عليه بقوة الوهم. المعلم لو تشينج بقى بيبقى محبوس في عقله كده، واللي بيلاقي نفسه مربوط ومش عارف يخرج ازاي. واللي هنا بقى فجأة بيعض دراعه كده علشان الألم يخرجه من عالم الوهم ده، واللي لما بيفوق بيلاقي ان الكيان كان هيقتله بالمنجل خلاص. ولكن هو بسرعة كده بيخرج تفاحة ذهبية من نباتاته السحرية دي، واللي بيضرب بيها قلب الكيان. المفاجأة بقى ان الكيان بيتبسط بيها، بيقولك دي طعمها لذيذ ولا كأنه في حرب وقتال. واللي اثناء اعجابه بيهم بيهجم عليه فريق لو تشينج كده بضربة واحدة وكأنهم شخص واحد. واللي هنا بقى بيتدمر الوحش تماما، وطبعا بيسيب مكانه موارد ضخمة جدا. واللي هنا بيبعت النظام تهنئة للو تشينج بقتله للزعيم، والزعيم ده يا جماعة كان من المستوى الثامن، واللي بالتالي بقى زادت سماته كده بمقدار 20، وكمان سمات الحظ بمقدار 5، ونقاط الخبرة بمقدار 999، والمستوى ارتفع للمستوى الثامن. واللي بكده بقى قوته بقت 58، والرشاقة بقت 50، والبنية 51. واللي بينبهر لو تشينج بقى ان كل ده حصل عليه من محاربته للزعيم، وده بسبب بقى اقواره الثلاثة اللي عزمها كلها، واللي بالتالي فرقت معاه في التصنيف. ومش هو لوحده اللي زاد كمان، لا ده بقى الفريق كله بالقائدتين بتوعه كمان ياو وايلين، الكل وصلوا للمستوى السابع. واللي زادت معاهم كمان تطور الادوات يا ولاد اللعيبة. واللي هنا بقى بيسيبهم لو تشينج كده يحتفلوا سوا، واللي بيروح هو كده ياخد الموارد، واللي بيكون منهم الحجر المشع، واللي كان شاو تيان وقاعد اللعيبه بيه وبيجمع منه كده 150 حجر. واللي بعد كده بقى بيمسك مخطوطه كده، واللي بتكون عباره عن قوه جديده بيكتسبها، واللي بتخليه يقدر يختفي وبعدين يظهر في اي وقت واي مكان يحب. واللي بيشوف باقي الموارد كده، واللي بتكون كلها نادره جدا. هنا بقى المعلم بيفرح جدا لان هو كده هيكسب بسببها كتير. واللي بعد كده بقى بينزل تهنئة عامة للو تشينج قدام كل اللاعبين، وده بانتصاره في الزنزانة، وانه خلاص وصل للمستوى الثامن وهزيمته للزعيم الخفي كمان. واللي بيتم العلن كده عن المكافآت اللي خدها. هنا طبعا الكل بينبهر بيه، اللي ما يعرفوش واللي يعرفوا من اللعيبة الكبار. واللي بيحتفل كده كل اللاعبين اللي في القرية بان هم نجحوا اخيرا ونجوا من ظلام الليل، قدروا يتجنبوه بانتصار لو تشينج. واللي اهانوا بقى بيعتذر ليه، والكل بيحاولوا يكونوا معاه صداقات، بيرجعوا تاني عايزين يعملوا معاه علاقات كويسة. واللي بيعلنوا كمان ان هم هيسموا اسم قريتهم على اسمه هو، والكل بيوافق. ولكن بعد كده بيبدأ الكل بقى يهزق كده في شاو تيان هو والواد وانج، وبيتريقوا عليهم علشان يخرجوا، بيقولوا لهم يلا واجهونا، وان الشخص اللي كانوا بيحرضوهم عليه واللي كانوا بيسخروا منه بقى افضل من افضل لاعب فيهم. المعلم شاو تيان بقى كده بيبقى قاعد في البيت ومنهار من الغضب، واللي بينزف كده من بقه ومناخيره. المعلم بيفضل يتكلم عن امجاده، وان ازاي شخص زي لو تشينج ده كده فلاح يقدر يهزم نفس الزعيم اللي دمر المحارب بتاعي ده. انا كنت من المستوى الثالث، لا ومش بس كده، ده كمان هزم الزعيم الخفي ووصل للمستوى الثامن، وكل ده في انتصار واحد بس. الواد ده اكيد غشاش، ده اكيد عمل خدعة،
وان هو مستحيل يخسر بالطريقة دي. وعند المعلم لو تشينج واللي بيلاقي كده مخطوطة تانية واللي بترفع منطقته للمستوى الرابع، واللي بالتالي بقى مساحة منطقته بتتضاعف ومحصوله بيزداد ل10%، وبيكتسب مبنى جديد واللي هو مصنع الكيمياء. بعد كده بقى بيشوف باقي اللي كسبه في باقي الكنوز، واللي بيخرج كده اول هدية من الكنز، واللي بتكون بطلة فريدة من الرتبة واللي بتخرج كده من الغلاف اللي حواليها ده وبتنحني لو تشينج، واللي بتعرفه ان اسمها ليا، وبنعرف ان هي معالجة من الرتبة واللي بكده بقى فريق لو تشينج بقى متكون من قاتلة محترفة ولاعبين متخصصين في الهجوم الجسدي وكمان معالجة، وكل اللي محتاجه بس دلوقتي ابراج دبابات وكله هيبقى عال العال. بعد كده بقى بيروحوا على البيت وكل واحد فيهم بيروح لمكانه، وبيتبقى لو تشينج لوحده، واللي بيبدأ يتعلم كده عن ورشة الكيمياء، ودي بقى اللي بتتيح ليه في المستوى الاول انه يبحث عن مختلف الجرعات ولازم يصنعها كمان، والادوات والدمى الكيميائية او المحاربين الاليين زي بتوع الشاوتيان. والمواد المطلوبة بقى للصناعة دي بتكون 500 قطعة خشب و300 حجر و200 قطعة حديد و300 قطعة نقدية نحاسية. هنا بقى بيفتكر لو تشينج كده ان هي نفس الورشة اللي كان بيستخدمها شاوتيان، اللي كان بيستخدمها علشان ينصب على الناس. المهم بقى المعلم بيبنيها كده، ولكن بيلاقي ان هو ما عندوش المواد المناسبة لكده، وان هو صرفها على ترقية ادوات الفريق. واللي بيقرر هنا بقى كده يعرض الخام المتوهج ده للبيع، واللي لما بيفتح الشاب بس بيلاقي ناس كتيرة بتصيح، وده بسبب قرب ليلة الظلام وان هي فاضل لها كام ساعة بس، والكل بيشحت على شعلة نار حرفيا، وده علشان بس يتجنبوا الظلام. هنا بقى وفجأة بيسأل الكل على لو تشينج وانه اكيد معاه الخام المتوهج، وفي اللحظة دي بيلاقي لو تشينج ان ده الوقت المناسب للبيع، واللي بيعرض الخام المتوهج كده للبيع، واللي بتكون خواصه توفير الضوء لمدة طويلة، وده مقابل 30 خشب او حجر او حديد، المهم بس 30 من اي عنصر. واللي بيحذرهم انه معاه 100 نسخة من دول، يعني مش اكتر من كده، وهو المنتج المضيء الوحيد اللي متوفر، واللي عايز دلوقتي يلا يبعت يشتري. الكل طبعا ما بيصدق، واللي بيشتروا منه الخام كله لغاية اما بيخلص، وبتكفي المواد عند لو تشينج وبتزيد كمان. واللي بيبدأ كده في صناعة ورشة الكيمياء، واللي لما بيدخلوا بيلاقيها كده متجهزة بالادوات كلها، ولكن بتكون بدائية، وده بما انها من المستوى الاول، واللي بيكون متاح صناعة حاجات بسيطة زي جرعة الحياة الأساسية، أو حتى جرعة المانا الأساسية، أو المحارب الآلي العادي واللي بيطلق عليه بالغلم، وهو نفسه ده اللي كان مع شاوتيان. هنا بقى بيقول المعلم لو تشينج إنه كان متوقع إن هو ده اللي هيحصل، وإن هي حتى ما وصلتش لكفاءة المزرعة بتاعته وإمكانيات الموارد اللي بيحصدها منها، فبيطورها هنا بقى كده للمستوى التاني، وبيسيبها دلوقتي وبيخرج تاني، واللي بيلاقي فريقه كده قاعدين يلعبوا وبيتكلموا سوا، واللي فجأة بقى بتقطع لحظة السلام دي إعلان من اللعبة، وده بإنه خلاص فاضل 5 دقايق بس ويبدأ الظلام الأبدي. واللي بالفعل كده وبعد شوية بتظهر موجة مخيفة من الظلام، واللي كأنه كده فيضان بيغطي على البلد كلها، واللي بيصحبها بقى وحوش الظلام من كل الأنواع، وكمان موجة من البرد الشديد. هنا بقى بيقتحم الوحوش بيوت اللعيبة، واللي بيصرخوا من العجز والرعب. وعند المعلم لو تشينج بيشوف في الشات أسماء كتيرة جدا من الوفيات، واللي بتكون ناتجة بس عن الموجة الأولى من الظلام. بعد كده بقى بتروح لآيلين، واللي بتعرفه ان في طاقة مش مريحاها هي حاسة بيها خارجة من الظلام ده، واللي فجأة بقى بيشوفوا عيون الوحوش اللي حواليهم بتنور بتشع كده في الظلام، وده علشان تخلص على فرائسها. ولكن هنا بيختاروا الفريسة غلط المرة دي، وبيسيب المعلم لو تشينج الهجوم وتكتيكاته لايلين هي وياو هم بقى اللي يتكفلوا بالوضع ده. واللي بالفعل هنا بتأمر ايلين الفريق بالاستعداد للمعركة، وهم بينطلقوا فورا كده للأبراج. بعد كده بقى بيجهزوا القذائف، واللي بيكونوا متحمسين جدا للإطلاق والتدمير. وياو بتاخد الحارستين اللي معاها كده، واللي بيختفوا علشان يظهروا وسط الحشود ويدمروا صفوف الوحوش. واللي بترمي ايلين سهم في الجو كده بينور الدنيا من الظلام. وليا بتستخدم قوتها هنا، واللي بتطلق كده موجة سحرية بتحرق كل الوحوش القريبة من المنطقة. والرماة بيهجموا بالأسهم السحرية دي، واللي بتدمر مجموعة من الذئاب كده مرة واحدة. هنا بقى وفجأة بيظهر غول ضخم كده بعين واحدة، ولكن في لحظتها بقى بتظهر ياو على كتفه
كتفه واللي بحركتين من خنجرها بس بتخلع رقبته، والحارستين اللي معاها كمان بيدمروا باقي العفاريت في ثواني، واللي بتضرب ايلين كده كام سهم في الهوا بينفجروا والشرارات اللي طالعه منهم بتحرق كده باقي الذئاب. ولكن وفجأة بيظهر كده تنين مجنح ضخم ولكن مرعب بيغطي كده على المنطقة كلها، لدرجة بقى ان باقي الوحوش بتترعب منه. ودلوقتي بيجي دور لو تشينج اخيرا، واللي بيرمي لو تشينج كده قنبلة من اليقطين في الهوا، وده علشان يحدد مكان التنين. واللي بعد كده بقى بينادي على ليا علشان تطلقه هو لناحية التنين بقوتها، واللي بالفعل بيطير لو تشينج كده لفوق، والتنين كان هيمسكه بمخالبه، ولكن هنا بيستخدم لو تشينج قوته واللي بيختفي وبيظهر كده على ظهر التنين. هنا بقى بيضربه بلكمة كده على ظهره بقوته الجبارة اللي اخدها من الفاكهة السحرية. ومش هو بس، لا ده كمان بتسانده كده ليا واللي بتضرب بقوتها ناحية التنين، وكمان المعلمة ايلين واللي بترمي كده سهامها السحرية في قلبه، وياو اللي بتختفي وبتظهر كده جنب التنين وبتستخدم خنجرها السحري وبتطعنه. وكل ده بقى بيغلب التنين وبيجيبه على الارض. طبعا هنا كل الوحوش اللي بقى بتتصدم وبتترعب ان هي تواجه لو تشينج، مش عايزين يواجهوه ولا هو ولا فريقه، الكل بينفد بجلده فورا. واللي بعد كده بقى المنطقة دي بتتنضف فورا كده من كل الوحوش. ولكن هنا بتيجي موجة تانية كده من الوحوش واللي بتكون عبارة عن ذئاب من المستوى الخامس، وكمان عناكب سامة ولكن دي من المستوى السادس. هنا بقى بيتكفل بيهم الفريق، واللي بتضرب ياو واحدة منهم كده بتقدر تقتلها، والرماة بيشتغلوا ضرب هم كمان. وبعدها بقى بنشوف المعلمة ليا واللي بتكتف اتنين بقوتها السحرية دي، وايلين اللي بتخترق، وايلين اللي بتحرق عنكبوتين بسهمين من سهامها الجامدة. المعلمين كده بيخلصوا على كل اللي في المنطقة، واللي بعد كده بقى بيروحوا ينقذوا اللي في ورطة، وبيبدأ اللاعبين يتكلموا في الشات. الكل بيتكلم عن عظمة لو تشينج وقواته اللي معاه وازاي اتخلص من كل الوحوش ديت في ضربة واحدة. بعد كده بقى بنروح للمعلم شاو تيان واللي بيخلي الغلم بتاعه كده يقتل كام عفريت في السكة وبيكسب له نقطة واحدة بس، ويا دوبك كده بيبقى معاه 11 نقطة، ومركزه يا عيني 8000. يعني حالته كده يا زميلي تصعب على الكافر، وبيتدمر الغلم كمان، فبيخرج شاوتيان كل طاقته الغاضبة دي على جثة الغلم، وان هو دفع دم قلبه، وفي الاخر كده يبقى في المركز ال 8000. بعد كده بقى بيقطعوا وانج اللي بيكلمه من الشات ده وبيترجاه يجي ينقذه وان الوحوش هتموته، ولكن المعلم شاوتيان بيهزقه وبيقول له انت ولا حاجة بالنسبة لي، يالا انت مجرد كلب كنت بتعمل اللي انا عايزه وبس، وخلاص ما بقتش محتاجك، وبيقفل في وشه. هنا بقى وانج بيتعصب عليه وان بعد كل ده بيتخلى عنه، واللي فجأة كده بيدخل عليه ذئب ضخم، فبيعرف خلاص ان ديت نهايته. ولكن وانج بيقول انا لو مت مش هموت لوحدي، واللي هنا بقى كده بيسجل ريكورد لكل اللاعبين واللي بيقول فيه ان هو هيموت، ولكن لازم يفضح شاو تيانا قبلها، واللي بيبعت لهم الشاب بتاعه معاه وبعدها بيموت. اما عند المعلم لو تشينج وباقي الفريق واللي بيكونوا لسه في حملة انقاذ اهل القرية، واللي بتوصل نقاط لو تشينج ل 12800، واللي بينزل كده اعلان من النظام ان خلاص حدث الليل الابدي انتهى والتجربة انتهت. واللي هنا بقى بيتم ترتيب مستوى القرية دي لرقم 10086، واللي بتاخد 49756 نقطة، وبيعلن النظام ان كل الوحوش خلاص ماتت. بعد كده بقى بنروح للو تشينج واللي بيفوز بالمركز الاول، ولكن دلوقتي على المستوى العالمي، والنظام بيكافئه كده بصندوق ضخم جدا، حاجة كده متكلفة، واللي لما بيفتحوا لو تشينج بيكون في محور استدعاء بطل واحد من المستوى اس، واللي سماته هتزيد ل 40 نقطة، وكمان 5000 نقطة سمعة، واللي بكده بقى بتكون احصائياته دي في المستوى العشرين، وقوته 128، والرشاقة 100، والبنية 99. بعد كده بقى بيستخدم المعلم لو تشينج محور الاستدعاء ده، واللي بيستدعي بطلة كده من الرتبة اس، واللي اسمها هاياكانا، واللي بتكون مراقبة بمملكة الظلال، واللي بتتحول للنمر الأسود، واللي مهاراتها بقى هي السيف الميمون، سيف الظل، ولعنة الألم، وهجوم النمر الأسود، واللي بيكون متوسط التردد اللي عندها 100، واللي لما كانت هتنحني هاياكانا كده للو تشينج بيوقفها لو تشينج وبيعرفها ان هم خلاص هيكونوا عيلة، يعني مفيش اي داعي للرسميات.
وبيخلي ايلين بقى كده واللي بتكون هتطق من الغيظ، وده طبعا من كمية البنات اللي بقت حواليه، ان هي تاخد هيكانة معاها كده لجولة حوالين المكان. بعد كده بقى بنشوف المعلم لو تشينج اللي بيشوف مستواه وصل لفين، واللي الموارد بتكون زادت بشكل كبير، الخامات بتزيد. المعلم بيبقى معاه كده بتاع 10 صناديق كنز نادرة، والصندوق فيهم بيوازي كنز بمستوى 10 قطلة. لو تشينج بيفتحهم كده مرة واحدة، واللي هنا بقى بيكسب لفاف الترقية للجنود وقطعة من المعدات اللي جودتها بمستوى جيد، واللي بتكون أحذية جينجر، وكمان مخطط بناء لمسبح القمر واللي جودته بتكون ملحمية وفريدة من نوعها، واللي من صفات المبنى ده ان هو بيكتسب خبرة تلقائية كل ساعة ويقدر يعمد المهارات، واللي بالطريقة دي يقدر يرقي قوة الفريق مرة تانية. هنا بقى بيتحمس جدا المعلم لو تشينج، واللي بيروح فورا كده علشان يبنيه، ولكن بيفكر في حاجة تتعمل قبل كل ده. المعلم بيستدعي البنات الصغيرة واللي بيديهم بذور كده وبيقول لهم يلا ازرعوها في المزرعة، واللي هنا بتجري البنات بسرعة وهو بيبني مسبحة القمر، واللي فورا كده تأثيرها بيغطي على المنطقة بتاعته كلها، واللي بالتالي بتزيد خبرات كل المنطقة، وده بمقدار 10 نقاط لكل ساعة، وده بشكل تلقائي، يعني حتى كده وهم نايمين هيتطوروا. هنا بقى الكل بيحس بالطاقة دي بجد. بعد كده بقى بيفتح المعلم لو تشينج الشات، واللي بيلاقي كده ان في 4000 من اصل 10000 سيد من اسياد الكرة الجداد اختفوا، وده بسبب ليلة الظلام. بعد كده بقى بيشوف مدح كل اللاعبين فيه، وده على انقاذه ليهم، وشاو تيان اللي اتحبس زي الفرخة في البيت وما وصلش غير ل 11 نكتة بس، ولكن بردك لسه ما استسلمش. بيتعصب شاو تيان واللي بيقرأ الشات، واللي بيبقى لسه عنده امنية انه في يوم من الايام لو تشينج هينحني تحت رجليه. بعد كده بقى بيعلن النظام عن ارسال مبعوثين لقرية المبتدئين واللي بيكونوا من امبراطورية نجمة الصباح، وده للبحث عن امل لانقاذ حياة المملكة، وجايين يبحثوا بقى عن صاحب الموهبة النادرة من الرتبة اس. هنا بقى بيتفاجئ شوتيان بالفرصة دي واللي بيفرح جدا. المعلم لسه في تخيلاته بقى، وبيقول لك انه اول لما يحصل على نفوذ العاصمة، اول لما يروح لهناك هيمتلك كل القوى من الموارد او حتى القوى العاملة، وهيسحق كل اللي هزقوه زي النمل. وفي وسط القرية بقى بيجي احد الرجال الفخمين كده واللي بيكون وراه حراس كتير، ولكن المعلم ده بيكون كده مشمئز من القرية. مالك يا عمنا؟ بعد كده بقى بيتجمع الناس وبيعرفهم بنفسه، انا الفيكونت لوستن من امبراطورية نجمة الصباح، واللي بيسألهم لو يعرفوا اي حد من الرتبة اس، اي حد في القرية هنا. فاللي بيطلعوا له شوتيان فورا كده من ما بين الحشود وبيعرفوا بنفسه وان هو عنده موهبة كيميائية من الرتبة اس، واللي بيبص له باقي كده اهل القرية باحتكار وانه سرق ونهب وكمان اتسبب في قتل وانج، ومع ذلك ظاهر كده ما بين القرية وكأنه ما عملش حاجة. ده ايه البجاحة دي؟ ولكن بيعرفوا اهل القرية لوستن ان شاوتيان ده ما يمثلهمش ومحدش طايقه في القرية. واللي هنا بقى بتخرج من وسطهم كده بنت تانية واللي بتعرف لوستن بنفسها واللي اسمها سوينج، واللي موهبتها بقى هو رمي سهام الصقيع، واللي رتبتها بردك اس. ولكن هنا بقى بيتكاتف اهل القرية سوا وبيكلموه عن لو تشينج وانه اقوى واحد في القرية دي، عنده قوة محدش يضاهيها. واللي هنا بقى بيقول واحد من الحرس للوستن المعلومات اللي عن لو تشينج ده بتقول ان هو من الرتبة اف، لكن نقاطه فوق ال 49,000 نقطة، وده من تجارب الليل الابدي، وده اعلى رقم في القارة كلها. وبرغم صدمة لوستن دي ولكنه بيتكبر وبيقول ده مجرد فلاح في النهاية ومن المستوى اف، يعني اكيد استخدم شوية حيل وخلاص، وشوية العامة دول ما يستحقوش حتى يلبسوا جزم المستويات العالية زي الاس. هنا بقى بيتعصب الكرويين من غرور لوستن ده، واللي بيزيد عصبيتهم اكتر كمان ان المعلم شاوتيان بيزود الفكرة دي وبيلف على لوستن، بيقول له ان فعلا الفلاح ده استولى على سمعتي بالنصب، وانما هو في الوقت ده كان بيجتهد ويذاكر بكل قوته، وده علشان يلاقي مفعول سريع لعلاج الملك. والمعلم لوستن زي اللهبل بيصدق العبيط، واللي بياخد وراه سوينج كده وشاوتيان علشان يروحوا للعاصمة، وده علشان يتناقشوا الخطط هناك. واللي وقتها بقى بيسخر شاوتيان من القرية، واللي بيعرفهم كده ان مجرد ما هيستولى على موارد العاصمة هيدمرهم كلهم. بعد كده بقى وفي منزل لو تشينج بتقول ايلين الوفد الامبراطوري يستدعى المواهب اللي من الرتبة اس. الكل اتجمع في الساحة، وهنا
بتسأله ليه ما شاركتش، فلو تشينج بيعرفها ان هو من الرتبة اف، يعني مش هيعمل اي حاجة. ولكن ايلين بتتضايق جدا وبتقول له بس الواد شاو تيان ده مستفز جدا ولازم يتربى، وبعدين الامبراطورية اكيد هتديله موارد. ولكن المعلم لو تشينج ما بيهتمش لكده، وبيقول لها انا في المستوى ال20 وانتوا كلكم في ال15، يعني موارد الامبراطورية دي اخر حاجة نفكر فيها، ده اذا احتاجناها اساسا. وعند المعلم شاو تيان واللي بيعمل نفسه قهوجي كده للفي كونت، وبيعمل له الشاي على ايده باستخدام الكيمياء، وان هو يعني ما بيتعملش كده غير للعزيز الغالي. واللي بعدها بقى بيكلموا الفي كونت عن اللعنة واللي وصل لايه فيها، واللي بتتكون ملامح شاو تيان بشر كده، وبيعرف الفي كونت ان للاسف الجرعة اللي هتتعمل دي محتاجة استخدام تقنية محظورة، واللي هي تقنية تنقية اللحم والدم، وان مخاطرها كتيرة بجد، ولكن كل ده يهون لاجل الملكة، وان فعلا حالتها يائسة تماما. فبيقتنع اوستن بالكلام ده وبيعرفه انه خلاص المخيم هيوفر له الموارد اللازمة. واللي لما بيخرج شاو تيان بقى بتظهر نيته الحقيقية، وان هو ناوي يستخدم التقنية دي بس علشان يكون جيش كبير من الموتى الاحياء، وان لعنة الملكة دي مجرد تمويه بس علشان يبقى قوي. ودلوقتي بقى كل اللي عليه ان هو يستخدم فن الكيمياء باللحم والدم، واللي ساعتها بقى هيقدر يهزم لو تشينج الشر هزيمة. بعد كده بيلاقي مجموعة من المقتولين كده قدامه، يا ساتر المعلم ما بيصدق طبعا وبيستخدم التقنية، واللي فجأة بقى بيتكون وحش ضخم من الزومبي وكمان بيتبعه. بعد كده بيروح شاو تيان للغابة علشان يجرب الوحوش هناك، واللي بالفعل بيطلع له دب شيطاني كده من المستوى الرابع، واللي بمجرد بس ما بيشاور شاو تيان على الدب بينط عليه الزومبي، واللي بيضربه كده ضربات كتيرة. المعلم بيطيروه لبعيد وبتقع عليه شجرة وفي الاخر بيموت. ساعتها بقى كل واحد من اهل القرية هناك بيشوفه وبيفضحوا في القرية كلها، واللي هنا بقى بيتصدم كده اهل القرية، واللي بيفضلوا يتكلموا عن اللي حصل، وان هم مش مصدقين ان قوة شاو تيان تتطور بالسرعة دي، وانه ازاي يجيب وحش ضخم زي ده، والاكيد انه غش. ولكن ناس تانية بقى بتبقى فاكرة ان لوستن عنده حق، وجايز ان شاو تيان ده عنده موهبة، واللي بجانب موارد الامبراطورية اكيد هيكون اقوى، وان اي حد بينضم للامبراطورية بيكون قوي، وان لو تشينج راح ولا جه في الاخر فلاح. ده من المستوى اف يا جدعان، وان اكيد لو كل المواهب اتطورت جنبه فهو هيبقى ولا حاجة مقارنة بيهم. ها يا ولاد الغدارة، ده انقذ حياتكم كلكم. بعد كده بقوا عند الفيكونت واللي بيقول للشاو تيان اللعنة وصلت ل 35% وان هو ما عملش اي حاجة، وبيسأله عن الجرعة، فبيعيط شاو تيان قدامه كده وبيحلف له 3 مرات وبيقول له انا انجزت 90% منها، ولكنه مش قادر يفكر بارتياح بسبب الفلاح الشرير الواد لو تشينج، وانه بقى كابوس بالنسبه له، واللي علشان كده بيترجاه يساعده علشان يتخلص من لو تشينج ده، ومش علشانه، ده علشان البلد. فبيقتنع لوستن بالكلام ده وبيأمر 2 من الحرس بان هم يتعاملوا مع لو تشينج، ولكن بيحذرهم شاو تيان من جيش الجنيات اللي عند لو تشينج، وان هم لازم ياخدوا حذرهم كويس. هنا بقى بتقول له الحارسة ان هي في المستوى ال25، يعني اكيد مش هتهتم بشوية جنيات. واللي بعد كده بقى ولما بيوصلوا له بينبهر الحارس بكل الموارد والابطال اللي عنده، واللي بيطمع الحارس اكتر وبيقرر كده ان خلاص لو تشينج ده دخل دماغه وهيموت، يعني هيموت، وده علشان عايز يستولى بقى على كل املاكه دي. واللي بيروح الحرس جنبه كده ولو تشينج بيبقى نايم بكل سلام على الكرسي ولا كأن حد جنبه. هنا بقى بيتعصب الحارس وبيزعق له، واللي هو الوفد الامبراطوري وصل بنفسه وانت قاعد مرتاح، جرى ايه يالا؟ لكن بالرغم من كده ولا بيهتم لو تشينج. يا اخي ده لو دبانه كان عبرها. هنا بقى بيتعصب الحارس جدا واللي بيمسك سيفه كده، ولكن بتوقفه الحارس واللي بتستخدم اسلوب الكلام بالذوق الاول كده، واللي بتعرض على لو تشينج عرضين، يا يسلم بسلام كده منطقته دي بكل اللي فيها للامبراطوريه، يا اما وقبل ما تكمل كلامها بيقاطعها لو تشينج وبيقول لها لا عنك انت يا ست الكل، انا هكمل بدالك، بدال الخيارين اللي ما كملتهمش دول انا عندي خيار تالت احسن منهم. فبيتعصب الحارس واللي بيرفع في وش لو تشينج كده السيف وبيزعق له وبيقول له بقى فلاح يا ابن الفلاح، هتعمل نفسك بني ادم علينا وتتقل علينا احنا؟ واللي لما بيشوف لو تشينج مستواهم كده بيلاقيهم اقوياء بجد واكتر بكتير من الزعيم الخفي اللي كان بتعذيب بملك الرياح السوداء، اكيد فاكرينه. هنا بقى بيسخر منه الحارس ده وبيقول له ايه يالا خفت ولا ايه؟ معلش كلنا بنتسرع، يلا انحني واطلب السماح.
السماح والا هتروح لخبر كان. المعلم لو تشينج بقى ما بتتهزش فيه شعرايه واحده، واللي بيقول له طب ما نجرب، واللي في ثواني بس كده بيتجهز كل ابطاله. هنا بقى بيسخر منه الحارس وبيقول له يا ابني دول ما وصلوش للمستوى ال20، يعني هيموتوا في ايديهم برمشة عين. ولكن لو تشينج بكل عين هويه كده بيحذروا ان هم لو دخلوا لارضه هم اللي هيموتوا برمشة عين، والاحسن بقى يقصروا الشر ويتكلوا من هنا. وديت الشعرايه بقى اللي بتفجر الحارس من الغضب، واللي هالته بتظهر كده وبيقول له بقى فلاح وبتبجح كمان. القوالب نامت والانصاص قامت صحيح، طب يلا خد كفنك بقى معاك. واللي بيرفع الحارس سيفه لفوق كده وهالة السيف دي بتطلق كده موجات، واللي بتخلي الابطال يرجعوا لورا، قوتها كبيره. هنا بقى بيسخر منه الحارس وبيقول له قواتك مش قادره ان هي حتى تصمد قدام هالة السيف، ومع ذلك بتبجح وبتقول انك انت هتهزمنا. ولكن بطريقه واحده بس من صوابع لو تشينج بتنشر الاشجار اللي في حقله كده هالات كبيره، واللي بيوجهها ناحيه الابطال، واللي بتخلي الابطال بقى تتعزز قوتهم كده بنسبه 10% لكل سماتهم. واللي بدل ما كان الابطال بيتراجعوا، لا ده دلوقتي بقى بيقدروا ان هم يواجهوا كده موجه السيف واللي كانها مجرد ريح، وبيجهزوا نفسهم للهجوم فورا. هنا بقى بتفهم كده الحارسه ان لو تشينج عزز الهجوم من المستوى ال15، وده بفضل مسبح القمر. هنا بقى بيقول لها لو تشينج كده بكل ثقه لا ده احنا بنسخن بس، انت لسه ما شفتيش اي حاجه. هنا بقى بيتعصب الحارس جدا واللي بيجري على لو تشينج كده علشان يخلص عليه، ولكن بتظهر فجاه كده قدامه ياو، واللي بتتصدى لسيفه كده بخناجرها السحريه، واللي بتساعدها كمان هياكانا بهيئه الفهد الاسود، واللي بترمي الحارس لورا كده بكل قوتها لدرجه ان هو بيطير لاخر المنطقه، واللي من قبل ما يقوم حتى بيترمي على قلبه كده السهم من ايلين وبيموت في لحظه. هنا بقى بتتصدم الحارسه وبتتعصب جدا، واللي بتسحب هي كمان سيفها كده علشان تحارب بيه، ولكن ليا بتتكفل بيها، واللي بتبعت شرار كده من مسبح القمر على الحارس، واللي هنا بقى مباشره كده بتضعف قوتها جدا. هنا بقى بيحوطها كده حراس ضوء القمر، واللي بيجي لها لو تشينج وبيقول لها كان في حارسين مغرورين هنا كانوا عايزين يدخلوا منطقتي، ايه ما شفتيهمش؟ فبتترجى الحارسه يسامحها وان هم ما كانوش واخدين بالهم من قوته، ولكن هو بيقول لها استني افكر. لا، واللي بيامر ايلين ان هي تقتلها، واللي بكده بقى الحارسين بيموتوا في ثواني، واللي فورا بقى بياخدوا منهم المعدات اللي معاهم، يلا بضاعه ببلاش وصاحبها راجل مغفل. بعد كده بقى وفي القصر بيجي واحد من الحرس واللي بيكون الصدمه على وشه، واللي بيقول للفيكونت الحراس ماتوا في ارض الفلاح. هنا بقى بيتصدم الفيكونت لوستن، واللي هو ازاي يقدر فلاح من الرتبه اف انه يقتل حراس مستواهم من ال25، ده رتبه اكبر منه بكتير. هنا بقى بيقرر لوستن يجمع العده والحرس ويعملوا غزوه على منطقه لو تشينج كلها. طبعا شاو تيام ما بيفوتش الفرصه دي، واللي بيقرر كده ينضم هو كمان. المعلم بيسخن الفيكونت وبيشيطوا على لو تشينج وانه ازاي يعمل كده، لا ده احنا لازم نأدبه، واسمح لي اقدم حياتي فداء، انا فداكوا يا باشا، ومعلش بقى هنضطر نعمل جيش من الموتى الاحياء. واللي بينصحوا كمان بتجنيد لوردات من قريه المبتدئين، وده علشان يعرفوا ان احنا على حق. هنا بقى بيقتنع لوستن بالكلام ده وبينزل اعلان من الامبراطوريه ان لو تشينج خان الامبراطوريه، وده بقتله لحراس المملكه. وبيتم حاليا تشكيل تحالف، واللي هينضم هيحصل على شهادات تقدير من الامبراطوريه نفسها، وهيتم كمان منحهم مكافآت وفقا للجداره. واللعيبه ولاد الغداره بقى ما بيصدقوا وبتزغلل عينيهم الشهادات، لان ديت بقى هتوفر لهم موارد كتيره. طبعا المعلم شاوتيان بيزود كده في معدل الحرق ما بين اللعيبه، وان هم خلاص اكتشفوا ان لو تشينج خائن وبالدليل، ودلوقتي بقى ما ينفعش يتبعوا خاين زيه والا اكيد هيتعدموا، وان هم لازم هيجوا لصف الامبراطوريه او لصفه هو، مش هتفرق يعني، هو والفيكونت زي الاخوات دلوقتي. طبعا اللاعبين بقى بيتحمسوا اكتر، واللي بيغدروا كده للمره الالف، واللي بينضموا لشاوتيان الا اقليه منهم، واللي بيكونوا دول لسه فاكرين جميل لو تشينج عليهم، وده لما انقذهم من الظلام الابدي.
وما بيصدقوش شاو تيان. وعند المعلم لو تشينج بنلاقي كده ان ابن الصيعة معين سوينج واللي راحت مع شاو تيان لما جمعوا اصحاب الرتبة اس. المعلم بعتها كده تتجسس ليه علشان تقول له ايه اللي بيحصل من ورا شاو تيان. هنا بقى بتقول له ان الامبراطورية جمعت جيش ضده واللي كمان جنبه فيلق من الموتى الاحياء وكمان اكتر من 2000 سيد جايين يدمروا الارض وانه لازم يستعد. ولكن المعلم لو تشينج بيقفل المكالمة دي ولا بيهتم وبيكمل هز كده في الكرسي. فبتقول له ايلين دول ضيوف كتيرة قوي واقل واحد فيهم من المستوى ال20 وكمان فايلك موتى احياء. فالمعلم لو تشينج بيقول لها يا ستي كده كده بيجوا يموتوا هنا وبناخد البضاعة اللي معاهم ببلاش. ولان اكرام الضيف واجب بيقرر لو تشينج ان هم كمان لازم يكرموهم جدا ولازم يقدموا ليهم هدايا حلوة. اول حاجة بقى مناجم البطاطس واللي بمجرد ما حد يدوس عليها بس على طول هينفجر واللي بيأمر ايلين ان هي تتولى دفنها على بعد 3 امتار من محيط المنطقة واللي بالفعل كده بتتولى دفنها هي والفريق. تاني حاجة بقى الفلفل الحار واللي بمجرد رميها بس هتعمل نار صغيرة ممكن يحرقوا بيها الاعداء واللي جنبها كده كروم شوكية واللي اي حد بيقرب منها بتتشابك معاه فورا. هنا بقى بيتولى توزيعها يا والحراس اللي معاها واللي بكده بقى بتجهز المنطقة بالتكتيكات المناسبة لهزيمة العدو. واللي بالفعل هنا بقى بيوصل الجيش لمنطقة لو تشينج واللي بيتفاجئ الكل بجمال المنطقة. والمعلم شاو تيان بقى بينفجر من العصبية وان ازاي فلاح زي لو تشينج ده يبقى عنده كل ده وبيأمر الجيش فورا بالهجوم. واللي هنا بقى بيقول الفيكونت لو تشينج ان هو بيحكم عليه بالخيانة ولازم يسلم ارضه فورا لازم ينحني ويستسلم وممكن يفكر يعفو عنه. فالمعلم لو تشينج بيرد عليه بابتسامة كده وبيقول له بدل ما كنت مشغول بمهمتك لإنقاذ الملكة لا ده انت جيت علشان تساعد نصاب فأكيد يعني مش هاخد كلام أهبل زيك كده بجدية وبقى سلم لي على الإمبراطورية بعد ما تروح في خبر كام بسببك يلا يا أهبل. فبيتعصب الفيكونت وبيأمر الجيش يهجموا فورا على المكان واللي بمجرد بس اقتراب أول دفعة منهم بينفجروا بسبب البطاطس وبتتوالى الانفجارات دفعة ورا دفعة واللي ما بينفجرش بتلف الكروم كده على رجليهم وبتثبتهم في الارض. وحتى الشبح الراجل الجدع اللي بيقدر يعدي من كل ده ما بيعرفش يعدي من هجوم الفلفل الحار واللي جاي من الجنيات واللي بتحرقه بس بمجرد لمسه. هنا بقى الكل بيهرب من المنطقة والمعلم شاو تيان بيتعصب جدا لدرجة ان عروقه بتظهر كده وده لانه بيتهزم بشوية بطاطس وفلفل. بعد كده بقى بتيجي واحدة من القرية وسط الحرب دي واللي بتتواصل كده مع باقي اهل القرية وبتبلغهم بتفاصيل اللي حصل واللي بتبعت لهم كمان صور كده من قلب الحدث وان سيد القرية بتاعهم لو تشينج بيهزم اكتر من نص الجيش الامبراطوري وده بمجرد بس شوية بطاطس وفلفل. واللي طبعا بيفرحوا جدا حلفاء لو تشينج وبيشمتوا في الخاينين اللي راحوا ورا شاو تيان. اما الخاينين بقى فاللي بيكونوا خايفين كده ومستخبيين ورا الشجر ولكن هنا بيجبرهم شاو تيان على الخروج وبيخوفهم كده بالزومبي بتاعه واللي هنا بقى كده بيضطروا يخرجوا. واللي هنا بقى بيقول الفيكونت اللي هيتراجع يبقى بيخون واللي هنا بيقلب عليهم كده اهل القرية وبيتنمردوا عليهم واللي هم نفسهم بيهاجموا الجيش الملكي. واللي بيبدأ اخيرا بقى تدخل ابطال لو تشينج واللي بتدعم ليها بقوتها باقي الابطال دول وبيستهدفوا الزومبي وبتضرب ايلين كده سهمها السحري ده على قلب الزومبي واللي وراها على طول بتظهر ياو كده على كتف الزومبي واللي بحركة واحدة من خناجرها دي بتقطع رقبته. والمعلمة هيكانة بقى بتتحول كده للفهد واللي بتنط على الزومبي ده بتقتله كده بشكل نهائي. بعد كده بقى بيتكفل الجنيات الصغيرة بقتل الجيش وده بقذائف الأسهم السحرية وحارسات ضوء القمر بيخلصوا عليهم كمان معاهم. وخلاص بقى لما الفوز بيبان بيهرب الفيكونت كده زي الفرخة واللي بيمسك في رجليه شاو تيان. وهنا بقى لما بتحاول ايلين كده ان هي تصيبهم بيختفوا في نفس اللحظة واللي بيرجع اهل القرية بقى للو تشينج وبيشكروه ان هو سمح لهم يقاتلوا جنبه. فالمعلم لو تشينج بقى بيشكرهم كده بطريقته واللي بيديهم 30% من الغنائم اللي جمعوها. ولكن هنا بنت منهم بتعترض وبتقول ان هم ما ساعدوش كتير يعني ما يستحقوش الغنائم دي بس لان الزعيم حقاني بقى بيقول لهم طالما شاركتم فده حقكم وكمان علشان تكونوا مكاني لما يحتاج اي حد منكم المساعدة في المستقبل. هنا بقى كل الشاب بينبهر بلو تشينج الكل بيشجعوه وبيرجعوا يتريقوا على شاو تيان واللي كان عارفهم بالرتبة اس
واللي في الاخر يا عيني يتعلق في رجل الفيكونت زي الجزمة. بعد كده بقى بيجي اعلان من النظام عن لعنة الهاوية اللي اتصابت بيها الملكة، وان الملكة دلوقتي بقت في حالة حرجة، وده اكتر من الاول. ودلوقتي بقى المهمة الرئيسية الملحمية لانقاذ الملكة اتطورت، والمكافأة بقت مدينة رئيسية كاملة من المستوى الثاني واللي قابلة للتخصيص. يعني يا معلم تقدر تحدد مكانها براحتك، وكمان لقب امير و5 مخطوطات بناء من المستوى الاسطوري. واللي بينبهر هنا بقى كده اهل الشات، وبنعرف ان المدينة اللي من المستوى الخامس تقدر تحتل منطقة كاملة، فلو مستوى تاني يبقى قوتها مرعبة اكتر من اللي فاهمينه. بعد كده بقى الكلام ده بيوصل للوستن، واللي بيقرر يحصل على المكافأة لازم ياخدها بأي تمن، وده بعد العار اللي ركبه، وبالتالي بقى يقدر يرجع تاني بطل للامبراطورية. واللي هنا بيضرب شاو تيان اللي جنبه ده وبيتهمه ان هو سبب الخسارة، ولكن مش هيقتله دلوقتي، وده بعد ما سمح له انه يكون مصفي دماء، ولكن هيديله مهمة تانية، وهو انه لازم يجيب الترياق اللي وعده بيه، لازم يجيبه في 3 ايام والا مش هيفرق معاه موته، وبيسيبه وبيمشي. هنا بقى المعلم شاو تيان بيقول لنفسه انه لازم يتقن تقنية الزومبي، ولازم يوسع جيشه اكتر من كده. واما لوستن بقى فهيرميه في خبر كان اول لما يوصل القوة اللي محتاجها. وعند المعلم لو تشينج، واللي بيقعد يفكر كده في المهمة دي، وانه فعلا عنده من الفواكه الاسطورية اللي من شجرة الحياة اللي يكفي انه يرفع اللعنة عن الملك، ولكن هو مش عايز يتخلى عنها دلوقتي، وانه ممكن يفقد القدرة دي بعدين، وان الامر ما يستاهلش، ولازم دلوقتي بس يكون اقوى، وده علشان يحصل على المكافأة اللي متنزلة دي. واللي بيقرر بقى يبيع بعض الاسلحة كده اللي خدها من الغنائم دي، واللي اهل القرية طبعا بيتجننوا عليها، واللي بتتباع فعلا كده مقابل بذور سحرية، واللي لما بياخدها ويزرعها لو تشينج بيكتشف ان هي بذور مهارات، واللي بيركبها بقى كده مع بذور تانية واللي كان واخدها قبل كده، وبتتركب سوا، واللي بتكون مهارة هالة القائد، واللي بتكون فايدتها بقى ان هي بتلم كل الوحدات اللي تحت قيادته، وبتزيد سرعة الهجوم ل5%. بعد كده بقى المعلم بيزرع نبتة تانية كده، واللي بتطلع له كده مخطط دقيق لطاحونة الهواء، واللي جودتها من المستوى النادر، وفايدتها بقى بتزيد من انتاج 30 رغيف من العيش الطري يوميا. واللي هنا بقى بيدرك كده لو تشينج انه فعلا محتاج لكل الاكل ده، وده لان يا دوب اعتمادهم على الاكل بس يا من الخوخ يا من الغنائم، وده مش مضمون. بعد كده بقى بطلنا بيقرر يوسع جيش الجنيات، واللي بيجيب 5 سحرة كده من الجنيات وحارستين من الاشجار المتحركة، واللي بيامر لو تشينج السحرة دول يروحوا الليا علشان هيكونوا تحت قيادتها، اما الاشجار بقى فاللي هتكون تحت قيادة هياكانا. المعلم بيبني الطاحونة ديت فورا، والكل بياكل وبيشبع، الكل بيعيط كده من جمال العيش. اما المعلمة ايلين فاللي بتكون في عالم موازي تماما، وبتاكل لو تشينج بايديها، واللي طبعا هنا بقى بتغير ياو وبتنط هي كمان على لو تشينج كده علشان تاكله بالعافيه، وبتقول له كل يا زعيم ده انت خاسس جدا يلا كل، واللي بتشيلها ايلين وليا بالعافيه كده من عليه، واللي لولا ان هم زي اخواتها بس كان زمانها قتلتهم. بعد كده بقى وتاني يوم بيعلن لو تشينج لاهل القريه بالبحث عن شاو تيان ولوستن لجريمه خداع الرؤساء، وكمان جريمه قمع القرويين، واللي هيلاقيهم او هيقدم اي معلومات عنهم فهيحصل على درع الشوكه الملكيه، وكمان السيف الامبراطوري اللي من غنائم الجيش الامبراطوري. هنا بقى بيتفاجئ اهل القريه من المنشور ده، واللي بيتحمسوا جدا، واللي بيتحمسوا فورا كده للتعاون معاه، والكلام بيوصل لشاو تيان، واللي طبعا بينفجر من العصبيه، وكمان المعلم لوستن واللي بيستنجد بابوه فورا، ولكن ابوه بيسخر منه، وان هو مش قادر يتعامل مع مجرد فلاح، وهيبعت له الامدادات من العيله، ولكن لو خسر يبقى ما يرجعش ليهم تاني ابدا. بعد كده بقى بنروح للمعلم شاو تيان، واللي بيكون نجح بجد في صنع جيش ضخم كده من الموتى الاحياء، واللي على راسهم الفيكونت لوستن. بعد كده بقى بنفهم ان لوستن راح لشاو تيان واللي هاجمه كده علشان يديله الترياق، فبيستغل شاو تيان الفرصه وبيخلي عملاق من الزومبي يمسكه، وده وسط صراخ من لوستن، واللي بيفهم كده انه كان مجرد لعبه بس في ايد شاو تيان، واللي بيامر شاو تيان الزومبي ان هم يقتلوه. ولما بتيجي الامدادات بقياده لورد كده اسمها ريني بيستقبلها شاو تيان وبيقول لها بحزن للاسف ابن عيلتكم الكريمه مات، وده بسبب المزارع لو تشينج. فبتتعصب
بتتعصب ريني جدا، واللي بيتحقق كده هدف شاو تيان لعمل هجوم اقوى من الاول. واللي هنا بقى بتقود ريني جيشها كده لمنطقة لو تشينج، وطبعا مع المعلم شاو تيان، واللي بيقود جيشه هو كمان من الاموات. واللي اول لما بتشوف ريني الارض دي بتطمع طبعا في كل الامكانيات اللي فيها، وانها مش هتقاتل بس كده علشان لوستن بس، واللي بتهجم فورا على المنطقة دي. ولكن المعلم لو تشينج بيفعل كده شجرة الحياة السحرية فورا، واللي هنا بقى كده بتطلق درع ضخم، واللي هي بتستخدم قوتها مع مسبح القمر، واللي بتدعم بقوتها باقي الابطال التانيين بما فيهم هي، واللي بتزيد نسبة سماتهم بقى كده ل 15%، واللي بالتالي بتزداد قوة هجومهم ل 15% وقوة الدفاع ل 20%، واللي بتدعمهم كمان كده هالة القائد، واللي بتزيد نسبة هجومهم ل 5% كمان، واللي بتاخد الجنيات كلها بقى كده مواضيعها. المعلمة ريني بتطمع اكتر كده في قوة المنطقة اللي بتعتمد بشكل اساسي على شجرتين اسطوريتين والمباني الاسطورية، وبتصمم تاخدها اكتر. واللي هنا بقى كده بيهجم جيشها وجيش شاو تيان دفعة واحدة، ولكن مهما عملوا ما بيقدروش يحطموا الجدار، واللي بيقدر جيش لو تشينج كده يحقق خسائر كبيرة في صفوف العدو. هنا بقى بتفكر ريني كده في خطة لكسر جدار الحماية ده، وان هي بتأمر السحرة اللي معاها ان هم يركزوا قوتهم على النقطة الاضعف في الجدار، واللي هي قمة الجدار. واللي بالفعل هنا بقى كده بيتكسر الجدار كله وبتقتحم القوات المكان. ولكن المعلم لو تشينج مش بيستسلم بسهولة، لا، واللي بيأمر لو تشينج الابطال كده ببداية الهجوم المضاد، واللي بترمي ايلين سهمها السحري، واللي الشظايا بقى بتحرق كل السحرة كده اللي بيطيروا فوق، وياو بتعدي على الفرسان الطايرين، واللي بتهجم على واحدة منهم كده بتقدر تقتلها بخناجرها يا بنت اللعيبة. اما المعلمة ليا فاللي بتستخدم قوتها كده وبتطلق موجاتها السحرية، واللي بتحرق بيها ارواح الموتى يا ولاد اللعيبة، واللي بتربط العمالقة منهم بقى كده بسلاسل سحرية، وده علشان تدي الفرصة لهيكانة انها تقتل واحدة منهم، واللي بتتحول بقى كده للفهد وبتقتل العملاق التاني، واللي بترجع من التحول بقى علشان ترمي رمحها كده في قلب احد السحرة وبتخلص عليه. هنا بقى الاشجار العملاقة دي بتحارب كده الزومبي العملاق، واللي بتقتل كمان كل اللي يقرب منهم، والساحرات بينطلقوا هم كمان وبيتوغلوا لوسط الصفوف وبيدمروهم بالساحر، واللي بتتشارك يوم مع ايلين كده سوا في الهجوم على باقي الجيش، وكمان بإضافة هالة حماية حواليهم، يعني من غير ما يتصابوا بخدش بيقتلوا في الكل. واللي بتتعصب ريني جدا وبتتصدم من قوة لو تشينج الكبيرة، واللي بتأمر السحرة كده بالتوحد مع بعض، واللي بالفعل هنا بيوحدوا قوتهم وبيستدعوا تنين ضخم سحري واللي بيحرق المكان. ولكن المباني بتتحمي كده بهالات قوية فيعني ما بتتأثرش. واللي في الوقت ده كان المعلم شاو تيان بيفكر ان هما بالطريقة دي مش هيعرفوا يهزموا لو تشينج، وده طالما كل الجيوش كده منفردة. واللي بيقرر هنا بقى يظهر كده ورقته الرابحة. المعلم بيوحد قوة الزومبي ديت سوا لغاية اما بيتكون كده وحش ضخم مرعب من الزومبي، واللي بيهجم على المنطقة دي وبيحاول يدمر كده جدارات الحماية، واللي لما بتحاول الجنيات تضربه بالسحر للأسف ما بيتأثرش. واللي ساعتها بقى ريني هي كمان بتوحد كده قواتها سوا، وسكرها المجنح ده بيتحول كده لسكر أقوى بكتير من الأول. ودلوقتي بقى الثلاث قوات المتوحدة دول بيهاجموا سوا، قوة السحرة وقوة الصقور المتوحدة وقوة الزومبي، واللي كلهم على أرض لو تشينج، واللي بتبقى خلاص معرضة للدمار. ولكن بما إن الكل معاهم كده ورقة رابحة فأكيد بطلنا لو تشينج أولى بالفكرة دي. واللي بالفعل هنا بقى كده بيخرج ورقته الرابحة واللي هي الثمار السحرية، واللي بمجرد بس ما الأبطال بياكلوها بتتطور قوتهم كده لدرجة خارقة. ايلين هنا بقى كده بيتجدد دراعها من تاني والقوس بتاعها بيتطور، ده غير بقى ان قوتها الروحية المتخصصة في القمر بتتطور بشكل اكبر. صاحبتها ياو هي كمان ما بتختلفش عنها، واللي دراعها بيبقى اقوى بكتير وخناجرها كمان بتتطور. يا ولاد اللعيبة، لا ده كمان قوتها الروحية المتخصصة في الثعلب الاسطوري بتقوى اكتر. اما بقى بالنسبة ليا منبع القوة فستانها بيتطور، والقوة الذهبية اللي بتستخدمها هي كمان بتبقى اكتر. واللي بالنسبة بقى لقوتها الروحية المتخصصة في الشمس واللي اساسا كانت قوية، لا دي كمان بتتطور اكتر بكتير وبتبقى اكتر من اسطورية. بعد كده بقى بنروح لزميلتهم التانية هياكانا، واللي فستانها هي كمان بيتطور كده
كده لفستان زعيمة، وروح الفهد اللي جواها بتكبر، والرمح بتاعها كمان بيتطور بيبقى اقوى بكتير، وروح الفهد بقى بتخرج كده من جواها واللي بتتحول لاسد اقوى بكتير. واللي بكده بقى كل واحد من الابطال بيوصل من المستوى ال 15 لل 30 دفعة واحدة، بيتجمعوا كلهم كده جنب بعض قدام تحولات الاعداء، واللي قوتهم طاغية اكتر من الاول. اللي بيقولك انا ماليش نفس انا كمان في التطور ده ولا ايه، واللي بمجرد ما بياكل ثمرة بس فقوته الروحية المتمثلة في الشجرة الروحية دي بتدخل جواه. لبسه العادي ده بيتحول كده لبدلة رسمية أنيقة، واللي بتكتمل القوة الروحية لأقصاها جواه، وبيوصل من المستوى ال20 لل40، ولقبه هو اللورد. واللي بيكتسب لو تشينج طبعا قوات خاصة كده زي قانون النقاط، واللي بيمنح قوة الكلمات داخل نطاق الشخص نفسه. واللي فورا هنا لو تشينج بيضرب كده الضربة الأولى، واللي بيأمر إن المنطقة تخضع لحظر الطيران، فبيتسلسل التنين ده فورا، واللي بيتضرب كده لتحته والأشجار بتدوس عليه. ايلين كمان بتساعده، واللي بتضرب بسهامها كده ناحية الصقر اللي فوق، واللي بيتسلسل أساسا وبيقع من الضرب، واللي بتقع من عليه ريني. هيكانة بقى بتخرج كده روح الأسد من جواها، واللي بتكبر في حجمها أكتر بكتير، بتنطلق كده واللي بتنطلق ناحية وحش الزومبي الكبير ده، واللي بتضربه كده بالرمح بتاعها، والضربة التانية بتكون من نصيب أسد الأسود، واللي بيطعنوا بمخالبه وبياكلوا بأنيابه. بعد كده بقى هيكانة بتديله برجلها اللي اتطورت بالقوة السحرية دي، واللي من ضربة بس بتطير الزومبي ده بعيد لأمتار. واللي عند المعلمة ليا بتستخدم قوتها وبتخرج تعابين ذهبية، واللي بتقيد التنين والصقر. ايلين بقى بتكمل المهمة دي وبتديهم كده الضربة القاضية هي بنت اللعيبة، واللي بتخرج طاقة القمر الروحية وبتحرق الوحوش دي في مرة واحدة. بعد كده بقى بنروح للمعلمة ياو، واللي بتكون مستلمة ريني كده بالضربات، والهجوم بتاعها ماشي ورا بعضه، واللي بتقاومها بقى كده بكل قوتها، واللي لما بتحاول ريني الهرب ياو ما بتديهاش اي فرصة، واللي فورا كده بقى بتحاصرها وبتكسر رمحها. المعلمة بتزقها كده ناحية الشجرة وبتنفذ علامة اكس بخناجرها كده على قلبها، واللي هنا بقى بتموت ريني. بعد كده بقى بنرجع للزومبي وهيكانة والاسد بيحاصروه. الاسد بيثبت الوحش ده بانيابه، وهيكانة بتنط وبتغرز رمحها الشرير كده في قلب الزومبي، ولكنه بيقوم تاني. فهيكانة بترد الضربة دي بشكل اقوى وبتعزز قوة الرمح، واللي اخيرا المرة دي بقى بيتهزم الوحش وبيتدمر تماما. هنا بقى بيترعب شاو تيان من اللي شافه ده، واللي بيهرب كده وبينفد بجلده. ده بقى اشد محاربين الامبراطورية يا جدعان، وفيلك الصحراء وجيش الاموات كلهم ماتوا، يعني هو لو فضل فهيتاخد بردك في شربة مية، ومع ذلك بردك مش بيتوب، واللي بيكرر يرجع من تاني كده يقوي جيش الاموات. واللي هنا بقى بتسأل ايلين لو تشينج لو عايزها تروح تجيب شاوتيان ده من قفاه، ولكن لو تشينج بيرفض وبيقول لها سيبيه يا بنتي، ده بيجيب لنا الكنوز لحد عندنا. واهل القرية بقى بينقسموا كده لقسمين، قسم بيتكلموا عن عظمة لو تشينج وتدميره للامبراطورية واللي عمل كده كمان من غير اي خسارة، وقسم تاني بيتحسروا على حالهم وان لو تشينج قدر يهزم تنين، ولكن هم ما كانوش قادرين حتى يهزموا عفريت صغير، واللي بيتمنوا ان هم يروحوا لارض الغزلان ويحصلوا على الامان المطلوب هناك، واللي منهم بيتمنوا يعيشوا هناك حتى لو لمجرد الشغل. بعد كده بقى بنرجع للمعلم شاو تيان، واللي كالعادة بيمثل ان الاتنين اللي ماتوا على ايد لو تشينج، فبيأمروا اللورد ده بسرعة ان هو يروح له، لازم يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط. وشاو تيان ما بيصدق، ولكن لما بيروح شاو تيان لهناك وبيقول له ايه اللي حصل، ابو لوستن ما بيصدقوش، وبيبقى عارف ان ده الشخص مكار هو كمان، فاللي بيقرب له كده وبيمسح عقله، وده علشان يعرف ايه اللي حصل بالظبط، وبيفهم كده ان شاو تيان هو اللي قتل لوستن، ومع ذلك بيطمع بردك في منطقة لو تشينج وبيبقى عايز يهجم عليها هو كمان. واللي هنا بقى بتطلب منه واحدة كده من حراس الملكيين ان هي تروح وتقود فيلك كبير من الصحراء وتجمع كمان 5 تنانين، ولكن هو بيرفض وبيعرفها ان لو تشينج ده بيستغل الفرصة علشان يجمع موارد، وان هم مش هيدوله الفرصة دي، واللي بيقرر كده يروح له هو بنفسه، وده بما ان مستوياتهم كبيرة زي بعض، واللي بيأمرها تروح بالعيل شاو تيان ده واللي كان مغمى عليه وتخليه يعاني من نفس قدرة الاموات بتاعته يلا علشان يستخدموه. بعد كده بقى بنرجع للو تشينج واللي بيقرر كده ان هو لازم يطور من نفسه تاني، لانه عارف ان المعركة دي مش هتقف
هتقف لحد هنا، واللي بيستخدم كده كل الموارد بتاعته لترقية المنطقة وبيوصلها للحد الأقصى، واللي بالفعل هنا بقى كده بتتشق الأرض، واللي بتتغير كمان الأسوار وبترتفع جدا، والبيت الصغير ده بيتحول لقصر ضخم. المنطقة كلها بتتوسع أكتر، هنا بقى بتتحول كده لمنطقة كبيرة، واللي بتتحول كده من منطقة لمدينة كبيرة، واللي هنا بيتصدم أهل القرية باللي حصل ده وبيترعبوا بس من فكرة كده السؤال عن مستوى لو تشينج، يا ترى هو كام دلوقتي؟ والأكيد بقى إن هو تخطى ال50، وده أكيد مستريح. واللي هنا بقى الكل بيتساءل لو يقدروا يأجروا بيت هناك، بس في شوية منهم بيحسوا بالخطر، لأن أكيد الإمبراطورية مش هتسيب لو تشينج، وده بعد الحرب الأخيرة، وأكيد هتحصل حرب كمان. وشوية تانيين بيتحسروا على حالهم، وإن لو تشينج ده رغم إنه من المستوى اف، إلا إنه مستواه أقوى من مستويات كتير زي المستوى اس، إنما هما بيقاتلوا العفاريت بالعافية ومستواهم بيفضل قليل، وده هيسوء أكتر لو لعنة الملكة ما اتكسرتش. بعد كده بقى بنرجع للورد الكبير، واللي بنتصدم بقى إن هو بيسوق سفينة ضخمة من الأموات، واللي على مقدمتها رشا وتيان نفسه، واللي بيكون كده يتحول لعملاق ميت، يلا هو كمان اتحول لزومبي. المعلمين مستخدمينه زي مدفع كده، خصوصا بعد ما قتل لوستن، واللي علشان كده بقى المعلم بيقرر يستفاد من شاو تيان وكمان لوستن الاول، وده قبل ما يقتلهم كده بشكل نهائي. بعد كده بيكون اللورد في طريقه للو تشينج علشان يخلص عليه. المعلم بيعدي كده على قرية المبتدئين، واللي بينوي برضك يخلص عليها، ولكن بعد ما يرجع، ده لو رجع يعني. واللي هنا بقى بيتصدم طبعا اهل القرية من شكل السفينة المرعب، واللي بيترعبوا جدا، واللي هو ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. واللي هنا بقى بتوصل سفينة الأموات دي لمدينة لو تشينج، واللي بتجيب معاها كده الظلام والرعب، ولكن المعلم لو تشينج ما بيهتمش للكلام ده، واللي بيأمر كده أبطاله إن هم ياخدوا مواقعهم دلوقتي، واللي بالفعل كل واحدة فيهم بتطلق قوتها. في الوقت ده بقى بتضرب السفينة بقوة الأرواح اللي فيها جدار مدينة لو تشينج، ولكن ولا أي حاجة بتأثر فيه. واللي فجأة بقى بيتصدم كده اللورد لما بيلاقي دايرة سحرية اتكونت كده من الجدار وبتدمر السفينة تماما، فبيفعل اللورد كده قوة شاو تيان، واللي بيخليه يقذف قوة الأرواح على الجدار، واللي حرفيا بتسيحه. أما المعلم شاو تيان فاللي بيموت وهو بيندم كده على كل اللي عمله. بعد كده بقى بنرجع للورد، واللي بيمسك لوستن كده وبيستخلص قوته ليه. هنا بقى بيتحول اللورد كده لعملاق ضخم، واللي بيمسك المطرقة بتاعته هنا، واللي كان هيدمر بيها المدينة، ولكن المعلم لو تشينج بيتصدى للضربة دي بقوته الروحية، واللي وراه على طول بيشتغل الأبطال في الهجوم. هنا بقى بترمي ايلين كده السهم في قلب اللورد مباشرة، واللي بعدين على طول كده بتفعل ياو قوتها وبتطعنه بخناجرها، واللي وراها كمان هياكانا، واللي بتستدعي كده قوتها الروحية وبتهاجم اللورد برمحها فورا، وكمان على طول بتتحول كده للأسد، واللي بيهجم عليه بأنيابه. وأخيرا بقى بيجي دور المعلم لو تشينج، واللي بيستخدم السلاح القديم بتاعه ده القنبلة اليقطينية، ولكن المرة دي بقى بيضاعف قوتها كده ل1000 درجة وبيرميها على اللورد، واللورد الضخم ده كله بقى بينفجر في لحظة، وأهل القرية كلهم بينبهروا بلو تشينج، واللي بيجمعوا كلهم كده على إنه هو الوحيد اللي يقدر يزيل لعنة الملكة. لو تشينج بيكون واقف كده في القصر، واللي بيكون راضي عن كل شيء، وأخيرا قدر يوصل لهدفه، وهو إن الإمبراطورية كلها بقت تدرك قوته، وبيشوف موارده بقى اللي زادت اكتر المرة دي، واللي خد طبعا السفينة والدروع وكل حاجة، وبتكون السفينة دي فيها ميزة وجود نواة عائمة، واللي بيكرر كده لو تشينج دمج النواة دي مع المدينة، وبيدمج الدرع مع النواة، وده علشان يصلح اضرارها. المعلم بيستخدم كمان ورشة الخيمياء كده اللي وصلها للمستوى الاعلى علشان تقوم بالعملية دي، والهدف بقى انه بيكون عايز يكون كده مدينة عائمة، واللي بالفعل هنا بيتنفذ مخططه، والنواة بتتكون في مركز أرض المدينة، والمدينة دي بتطفو لفوق، والمدينة بتطفو لفوق بالفعل، واللي بتبقى فوق السحاب، واللي بعد كده بقى بيعيد بناء دفاعات أقوى للمدينة، واللي بيبقى درع قوي فولاذي بيغلف المدينة كلها. وأخيرا بيقرر يوصل لإمبراطورية النجوم بنفسه، وده علشان أخيرا قرر يكسر اللعنة، واللي بالفعل كده بيطير المدينة كلها لهناك، والكل بينبهر بيها لغاية اما بتوصل بقى مدينة لو تشينج كلها لقصر الإمبراطورية،
واللي بيتصدم كده الوزراء اللي هناك اول لما بيلاقوا مدينة عائمة فوقيهم، واللي بيستقبلوا رئيس الوزراء وبيسألوا انت مين وجاي ليه، فبيجاوبوا لو تشينج كده بكل كاريزما انه جاي هنا علشان يعالج الملك، ولو مش عايز يبقى خلاص بلاش. فبيتصدم الرئيس وبيستقبله فورا، وكمان ايلين جنبه، واللي بيديهم لو تشينج بقى كده ثمرة فاكهة سحرية وبيقول لهم يلا ابعتوها للملكة وعلى طول هتفوق. واللي بالفعل بيوصلوا الثمرة دي لغرفة الملكة، واللي بتكون مقفولة بعناية شديدة، وده لعدم انتشار اللعنة. واللي اول لما بتاكل الملكة الثمرة دي بتتكسر اللعنة فورا واخيرا بتفوق. واللي طبعا بقى المكافأة واللي بتتمثل في لقب الامير والمخطوطات بقى والموارد والمدينة القابلة للتخصيص واعلى مستوى صداقة مع الملكة والمجد العظيم، وكل ده بيكون من نصيب لو تشينج. اهل الامبراطورية كلهم بيحتفلوا برفع لعنة الملكة اخيرا، وبتخرج الملكة من حجرها، واللي بتشكر لو تشينج على مساعدته، واللي اخيرا بقى بترجع لعرشها من تاني، وبتبدد كل الظلام اللي انتشر من تحت اللعنة اللي اتصابت بيها، واللي بتختفي كده كل الوحوش المظلمة وحتى موجات البرد الشديد. واخيرا بقى بيعم السلام على الامبراطورية كلها وعلى لو تشينج وجيشه من الجنيات، واللي بيكونوا قاعدين في سلام كده في مدينتهم الطائرة. واللي فجأة كده بتنضم ليهم الملكة، واللي بتقول للو تشينج بقول لك ايه يا بطل، ما تيجي نتجوز وبيعيش العالم كله حياة سعيدة. عايز اقول لك بقى يا صديقي ان دي من اجمل النهايات اللي ممكن نقابلها، ولكن علشان يوصلك اشعار بكل الحكايات الجديدة الجامدة اللي هننزلها ان شاء الله، يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو واشترك في القناة، والاهم طبعا عاوزين نغرق التعليقات بذكر الله والصلاة على النبي.